السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي. النهارده هنعمل ايه يا مستر ياسر؟ النهارده إن شاء الله الختام بتاعنا في مراجعة ليلة الامتحان يا أبطال، وبإذن الله ربنا يوفقكم في كل المواد. هنعمل ايه النهارده يا مستر في ليلة الامتحان؟ أولاً الملزمة اللي ورايا دي هتنزل لك PDF، حضرتك اطبعها كده وعيش منها كده. هتلاقي الجزء الأول منها فوق كله عبارة عن نواتج تعلم خاصة بكل المنهج بتاعنا يا أبطال. كل دروس المنهج درس درس هتلاقي أهم نواتج التعلم اللي خاصة بيه. وما احنا مثلا هنعمل ايه بقى ان شاء الله النهارده؟ فيديو المراجعه بتاعتنا النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض. بس يا مستر لا يا نجم، احنا النهارده هنحل مع بعض تقريبا بتاع 60 سؤال. كل سؤال هنحله هنشرح الفكره بتاعته من المنهج. فانت النهارده مش هتحل بس اسئله، انت هتسمع يعتبر كل الافكار المهمه اللي عندك في المنهج. عايزك كده تروق وتصحصح معايا ونقول بسم الله، وعايزك كده تستفاد من كل لحظه من كل وقت. احنا كده كده الحمد لله شرحنا المنهج يعتبر مرتين مع بعض، مره في الشرح الاساسي ومره في المراجعات، بس بنأكد كلامنا. وان شاء الله بكره ربنا يوفق الناس كلها في الامتحان باذن الله، وان شاء الله الناس تحقق كل اللي هو عايزاه. ومنتظركم بقى ابطال السنه الجايه في البكالوريا، كلام تاني وشغل تاني خالص، وباذن الله مستعدين للنظام الجديد. اساتذه طبعا احنا عارفين، المفروض بقى خلاص كل الناس اللي قدامي فاهمه وعارفه منهجنا الترم الثاني 6 موضوعات، 4 حضارات ودولتين: حضاره العراق، حضاره فينيقيا، الاغريق، الرومان، وعندنا دولتين يا ابطال: مصر احتلت من البطالمه، ومصر تحت الحكم الروماني. طبعا انا جايب لك ترتيب الاسئله بترتيب المنهج عشان يبقى الدنيا ماشيه منظمه، الناس ما تتوهش ما تتوهش مني. يلا الناس نقول بسم الله عشان ما نضيعش وقت بعضينا. اي من الاتي افتقرت حضارتهم بالعراق القديم الى تعدد الوجهات الساحليه؟ مين من الناس اللي قدامك دول ما عملوش اي توسعات في بلاد العراق؟ الصح يا جماعه اول دوله في العراق ما عملتش توسعات هي الدوله السومريه. اما البابليون والاشوريين والكلدانيين كل دول يا نجم عملوا توسعات. تعال نفتكر مع بعض كده. مثلا احنا عندنا ترتيب دول العراق، مين هم يا مستر؟ الدوله السومريه، الدوله الاكاديه، الدوله البابليه، الدوله الاشوريه، الدوله الكلدانيه. يبقى كده عندنا كام دوله درسناهم السنه دي في العراق مع بعض؟ 5 دول بالترتيب: السومريه، الاكاديه، البابليه، الاشوريه، الكلدانيه. وساعات ممكن يسالك عن الترتيب الصح بتاعهم، فلازم يا نجم تبقى عارف الترتيب الصح ليهم. اساتذه اول حاجه السومريين دول يا نجم ما عملوش اي توسعات في بلاد العراق. طب الدوله الاكاديه دول اول ناس قاموا بتوحيد بلاد العراق تحت سيطرتهم سنه 2350 قبل الميلاد على ايد ملك كلنا عارفينه اسمه الملك سيرجون الاول. اسمه الملك يا شباب سيرجون الاول. ده مستر الدوله البابليه القديمه ذكرنا فيها اسم كلنا فاكرينه وعارفينه مستر، اسم الملك حمورابي، اللي كان من اهم اعماله مد حدود دولته لحد البحر نجم المتوسط. يبقى كده عمل توسعات ناحيه الشرق، ده خد العراق وكمان راح على اجزاء من بلاد الشام. الاشوريين وتحديدا درسنا ملك كده اسمه الملك سيرجون الثاني في الدوله الاشوريه. لو تفتكر قلنا ايه عن سيرجون الثاني؟ اهتم بالقوه العسكريه فكون امبراطوريه، اهتم بالقوه العسكريه فكون امبراطوريه. مين هو يا مستر سيرجون الثاني؟ فعمل امبراطوريه نجم بتضم العراق كلها، وكمان ده راح استولى على الشام، وده كمان وصل عندنا مصر. الكلدانيين اللي هي الدوله البابليه الحديثه واللي اشهر ملوكها مين يا شباب؟ الملك نبوخذ نصر الثاني. وبالمناسبه يا شباب احنا عندنا على قناتنا على اليوتيوب بتاعتنا، لو انت برضه عندك وقت النهارده وعايز موضوعات اكتر تراجعها، محاضره لكل شخصيه المنهج هتلاقي عندك. كل تقييمات منهج الترم الثاني بتاعت الوزاره موجود اجاباتها عندك في الفيديوهات بتاعتنا. احنا مظبطين معاك الدنيا الترم الثاني. نبوخذ نصر الثاني قال لك عمل دوله تمتد من الخليج العربي شرقا الى
البحر المتوسط غربا. يبقى كده يا نجم سواء الدولة الأكادية أو الدولة البابلية والآشورية والكلدانية كلهم عملوا توسعات. الوحيدة في العراق ما عملتش توسعات كانت الدولة السومرية. كانت الدولة إيه يا جماعة؟ السومرية. نرجع تاني يا نجم لأسئلتنا، وزي ما قلت لك كل سؤال بمعلومة كاملة هنراجعها إن شاء الله. نحاول نقول كل حاجة مهمة وهنعرف نقفل الامتحان بتاعنا. السؤال التاني يا نجم بيقول لك إيه؟ جايب لك الدولة الأكادية، الدولة الآشورية، الدولة البابلية الحديثة اللي احنا بنسميها الكلدانية. وبيقول لك يا نجم العامل المشترك بينهم هم التلاتة متشابهين في حاجة اسمها الأصل العرقي. حاجة اسمها يا نجم الأصل العرقي. العلاقة يلا بينا يا شباب نفتكر مع بعضينا. أساتذة كتير جدا من سكان العراق أساسا قبل ما يوصلوا يعيشوا في حضارة العراق أصولهم كانت جاية منين يا مستر؟ أصولهم يا نجم من منطقة شبه الجزيرة العربية. يبقى معظم سكان العراق في الأصل جايين من شبه الجزيرة العربية. سواء الدولة الأكادية أصلهم من الجزيرة العربية، الدولة الآشورية من الجزيرة العربية، الكلدانية من الجزيرة العربية. طب ساعات يقول لك كده هم كده يعتبر جايين من أنهي مكان بالنسبة للعراق؟ ساعات يقول لك في الاختيارات جايين من الجنوب صح، ساعات اوقات تانية يقول لك جايين من الجنوب الغربي برضه صح، وهاجروا وعاشوا في العراق. يبقى كده عندنا سكان الدولة الأكادية والآشورية والكلدانية اللي هي البابلية الحديثة كلهم أصولهم جايين من شبه الجزيرة العربية. ففي نماذج التعلم عارفين كده يا نجم متشابهين في حاجة اسمها الأصل العرقي. السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لك ايه يا نجم؟ السؤال الثالث: أول من قام بنقل العراق القديم من نظام الإمارات المستقلة إلى الوحدة الوطنية. يعني معنى السؤال مين أول حد وحد العراق؟ لسه مراجعينها دلوقتي حالا مع بعضينا وقلنا أول حد وحد العراق سرجون الأول سنة 2350 قبل الميلاد. وساعات يقول لك هو سرجون الأول كده في العراق شبه مين عندنا في مصر يا نجم؟ شبه الملك نعرمر اللي هو الملك مينا. مستر هما الاثنين شبه بعض في ايه يا مستر؟ قال لك الاثنين شبه بعض ان هما الاثنين اهتموا بتوحيد البلاد. تعالى بعد كده نجم معايا من السؤال الايه؟ السؤال الرابع. السؤال الرابع بيقول لك ايه يا مستر؟ بيقول لحضرتك كده ايه؟ توضح محتوى الصورتين اللتين امامك احدى مظاهر الحضارات القديمه العراقيه والفرعونيه، ويتمثل الرابط المشترك بينهما في ايه؟ جايب لي صورتين، الصورتين فيهم ابداع فني. ده حاجه مشتركه اهتمت بيها سواء حضاره العراق او الحضاره المصريه القديمه. الاتنين اهتموا بالابداع الفني يا شباب. تعالى بعد كده يا نجم بيقول لك ايه؟ اصبحت بلاد الرافدين بعد سقوط الدوله الكلدانيه. مين يا نجم بلاد الرافدين؟ بلاد الرافدين يا مستر اللي هي حضاره العراق. يسموها بلاد الرافدين بلاد ما بين النهرين عشان انت عارف عندهم نهري دجله والفرات. الناس دول يا مستر بعد سقوط الدوله الكلدانيه حصل عندهم ايه؟ كانت مجالا للصراعات بين القوى الخارجيه. تعال افكرك يا نجم ايه اللي حصل في العراق بعد الدوله الكلدانيه. احنا رتبنا دول العراق وقلنا اخرهم دوله اسمها الدوله الكلدانيه، دوله اسمها الدوله الايه يا شباب؟ الكلدانيه. تعال نعرف مع بعضينا كده الدوله الكلدانيه يا شباب ايه اللي حصل بعد سقوطها وانهيارها. بص يا نجوم تعالوا مع بعضينا كده نعرف قصه ايه اللي حصل عندنا في مصر او ايه اللي حصل سوري في العراق بعد سقوط الدوله الكلدانيه. هيبتدي العراق تتعرض لحاجه اسمها يا نجم كده الغزو الخارجي. ويلا مع بعضنا نعرف كده قصه الغزو الخارجي لحضاره العراق. اول حد غزا العراق مين يا مستر؟ الفرس بقياده الملك كورش او كورش سنه 538 قبل الميلاد. غزا العراق واسقط خلاص الحضاره بتاعته. جه بعد مين يا مستر؟ المقدونيين بقياده مين؟
الاسكندر الاكبر جه بعد كده هو اللي احتل العراق. بعد الاسكندر الاكبر جت دوله اسمها الدوله السلوقيه، وبعد الدوله السلوقيه جه الرومان احتلوا العراق، وبعد الرومان رجع تاني الفرس احتلوا العراق، وفي النهايه جه الفتح الاسلامي لبلاد العراق. يبقى ده نجم قدامك ترتيب احتلال دوله العراق بعد سقوط الدوله الكلدانيه: الفرس، المقدونيين، الدوله السلوقيه، الرومان، الفرس، حتى مجيء الفتح الاسلامي. تعال نجم اقول لك شويه ملاحظات كده عشان ما نتلخبطش واحنا بنحل مع بعضينا. قول يا مستر. اولا يا دكاتره، هم الفرس بالنسبه لنا حضاره، او بالنسبه عامه للحضارات، الفرس حضاره شرقيه ولا غربيه؟ دي يا نجم حضاره شرقيه. طيب المقدونيين اللي هو الاسكندر اللي هم منين يا مستر؟ من اليونان، دول يا نجم حضاره شرقيه ولا غربيه؟ هتقول لي يا مستر حضاره غربيه. حضاره يا اساتذه؟ حضاره غربيه. طب تعالى مع بعضينا كده بقى، يبقى نجم كده تصحصح معايا كده في امتحانك كده وتروق. لو سألك وقال لك مين أول حد غزا العراق بصفة عامة؟ هتختار يا نجم الفرس. لكن هو بيشتغلك في الامتحان ويقول لك مين أول حد غزا العراق من الغرب؟ قال لك من الغرب، ما ينفعش اختار الفرس بقى، هختار مين؟ المقدونيين. في سؤال برضه قبل كده جبناه في الامتحان وناس كده جدا حلته غلط. آخر هجرة من العرب راحت العراق جت امتى؟ جت مع الفتح الاسلامي للعراق وجم طردوا الفرس. ما هو المسلمين دول هاجموا العراق منين برضه؟ من الجزيره العربيه. يبقى ما يضحكش عليك في الامتحان ويشتغلك. يبقى انا عارف الاكاديين والاشوريين والكلدانيين اصولهم من الجزيره العربيه، لكن بعد برضه سنين طويله جدا جه الفتح الاسلامي من الجزيره العربيه. يبقى اخر عرب قدموا الى العراق جم امتى؟ مع الفتح الاسلامي، وانهوا على انهي حكم؟ على الحكم الايه؟ الفارسي. ارجع تاني كده معايا. فيبقى كده بعد سقوط الدوله الكلدانيه حصل ايه في العراق؟ قال لك يا نجم حصل مجال للصراع بين القوى الخارجيه. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ 6. بالاستعانه بالخريطه التاليه وفي ضوء دراستك لمظاهر حضاره العراق القديم، نستنتج أن استخدام الوثائق والسجلات المدونة بالكتابة المسمارية ظهر لأول مرة في تاريخ العراق القديم فين؟ لازم قبل ما أحل أساسا أكون عارف المعلومة اللي عندي. هو يا جماعة الكتابة بتاعت العراق كان اسمها الكتابة الإيه يا شباب؟ اسمها مستر الكتابة المسمارية. اسمها الكتابة الإيه يا شباب؟ المسمارية. مين اللي عمل الكتابة المسمارية يا مستر؟ السومريين. يبقى كده لازم يكون عندي المعلومة الأصلية. يبقى مين اللي عمل الكتابة المسمارية؟ السومريين. وبالمناسبة لو أسألك في الامتحان عملوها ليه؟ لتسجيل الإبداعات الأدبية. تسجيل الإبداعات الإيه يا شباب؟ الأدبية. ساعات برضه يقول لك هي اسمها المسمارية عشان معظم حروفها أشبه للمسمار. مستر كان بيكتبوها ازاي؟ قال لك كان بيكتبوها على ألواح من الطين الطري. يجيبوا كده الطين اللي هو الطمي ده هو لسه طري، ومعاهم اقلام شبه القلم ده كده ليها سن مدبب، ويقعدوا ينحتوا الكلام ويحفروه جوه اللوحة دي. طب كده لو ربط لك مع الترم الأولاني كده يعتبر النوع ده من النحت بنسميه النقوش الايه؟ طالما مستر يحفروا جوه الطين ده مستر نوع من انواع النقوش الغائره. خدناها الترم الاول. النقوش يا اساتذه النقوش الغائره. كده قلت لك كل حاجه تخص الكتابه المسماريه. تعالى بقى يا نجم تاني نرجع للسؤال بتاعنا. يبقى هو بيكلمك عن استخدام الوثائق والسجلات المدونه بالكتابه المسماريه. ظهرت اول مره امتى؟ مفروض في الدوله السومريه. هو جايب لي الخريطه. فين الدوله السومريه؟ تعالى بقى اقول لك برضو معلومه كمان. انت المفروض عارف الدوله السومريه كان جواها العديد من المراكز الحضاريه زي مدينه سومر وأور ولجش.
سومر وأور يا نجم، سومر وأور ولجش، دول كلهم موجودين جوه الدولة السومرية. فأنا هدور على أي مدينة من دول جوه الخريطة أهي، لجش وهي مين؟ أور. دول موجودين فين؟ هل المناطق الشمالية الشرقية للعراق؟ ولا هل مناطق الفرات الأوسط؟ ولا المناطق الشمالية الغربية للعراق؟ ولا منطقة التقاء نهري دجلة والفرات؟ لا، هي تحت عند منطقة التقاء نهري دجلة والفرات. السؤال السابع بيقول لك ايه؟ يدل تتويج الملك في الذاكورات ببلاد العراق القديم على ايه؟ مستر، ايه هي الذاكورات دي؟ دي نجم اسم المعابد في العراق. وتعالى افكرك بالسؤال المهم هنا. مستر، عايزين نعرف كده مع بعضينا ونفتكر كده يا شباب مع بعضينا قصة الذاكورات. ايه يا مستر الذاكورات دي؟ ده نجم اسم المعابد في بلاد العراق. ايه يا مستر أهمية الذاكورات في العراق؟ ليها 4 أهميات في العراق. أولا يا نجم، هي مكان للعبادة، شيء طبيعي يا مستر. الحاجة الثانية، يتوج بها الملك. يتوج بها مين يا شباب؟ الملك. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ عندهم في العراق لما الملك يجي يمسك الحكم بيعملوا له احتفال داخل المعبد ويلبس التاج ويبدأ حكم دولة العراق. من أهميات الذاكورات والمعابد في العراق قال لك تحفظ بها السجلات والعقود. كل الورق المهم بتاع الدولة بيحتفظوا بيه داخل المعبد. من أهمية المعابد في العراق يتعلم بها الناس. أنا لسه قايل لك فوق، هي الكتابة بتاعتهم في العراق اسمها الكتابة الإيه؟ المسمارية. عندهم اللي عايز يتعلم الكتابة المسمارية بيروح يا نجم يتعلمها جوه المعبد، فالمعبد أصبح مكان للعلم والتعليم. طب تعالى نجم كده مع بعض نصنف الأهميات دي. هو مكان العبادة، يا مستر دي تعتبر أهمية دينية. يتوج بها الملك، يا مستر دي أهمية سياسية. تحفظ بها السجلات، تنفع سياسية وتنفع إدارية. يتعلم بها الناس، أهمية ثقافية وتنفع اجتماعية. يبقى المعبد في العراق هل كان ليه أهميات دينية بس؟ لا يا نجم، دينية وسياسية وثقافية. احنا بنراجع كل المعلومات المهمة، هي تجيلك يا نجم مقالي، تجيلك اختياري. انت جامد، تعرف تسد معايا حاجة. جامدين ولا مش جامدين؟ يا خوفي. المهم يا نجم، ده كده الايه؟ المعبد في بلاد الايه؟ في بلاد العراق. برضه عايز افكرك بحته مهمه في المعابد. المعابد في العراق اتبنت ازاي يا مستر؟ على شكل مدرجات. على شكل ايه؟ مدرجات. عرفوها منين يا مستر الشكل ده؟ عرفوها من مصر، من هرم سقارة المدرج. وده يعتبر شيء من اشكال التواصل بين مصر ومين يا اساتذه؟ بين مصر والعراق. عشان السؤال ده كان جاي في التقييم وعامل ازمه ولخبطه في الاختيارات. بيقول لك هو شكل المعابد في العراق بيدل على ايه؟ على التواصل بين مصر والعراق، بين مصر والعراق. بعد نرجع بقى للسؤال بتاعنا. بيقول لك بقى ان الملك عندهم بيتوج في الذاكورات اللي هي المعابد. هل ده بيدل عليها مستر سيطرة الكهنة على امور الحكم؟ ولا اعتبار الذاكورات مقرا للحكم؟ ولا تغلغل الدين في حياة العراقيين القدماء؟ ولا التواصل الديني بالحضارة المصرية القديمة؟ لازم تستبعد. هل ده معناه ان الذاكورات مقر الحكم؟ لا، هو الملك مش هيعيش في الذاكورات. التواصل الديني ملوش علاقة بمصر، مصر ما كانتش بتعمل كده. سيطرة الكهنة لا برضه ملوش علاقة. هو الإجابة الصح جيم، ده بيثبت تغلغل الدين في حياة العراقيون القدماء. تعالى بعد كده السؤال الثامن. بيقول لك ايه؟ توضح الصورة المقابلة أحد أساليب دفاع المدن عن نفسها، وظهرت بوضوح بإحدى المدن الفينيقية. هي الصورة طبعا عشان مش بالألوان بس، هي جايبة لك سور محيط بمدينة. مين مدينة كان عندها سور؟ مدينة صور. إيه من دول بقى يا نجم مدينة صور؟ عشان تعرف تجاوب تعال الأول نراجع على أشهر المدن اللي درسناها في الحضارة الفينيقية. مين يا مستر أشهر المدن الفينيقية في حضارة فينيقيا؟
اول حاجه درسنا مدينه اسمها مدينه صيدا، اسمها مدينه صيدا. قال لك عنها ايه مدينه صيدا؟ قال لك كان لها الزعامه على المدن الفينيقيه. كان ليها الزعامه على المدن يا شباب الفينيقيه. يبقى اقوى مدينه في الحضاره الفينيقيه كلها الزعيمه بتاعتهم هي مدينه صيدا. وشبهها لك تشبيه جغرافي، قال لك كانت عباره عن ايه؟ لسان يمتد داخل الماء، حته كده من اليابس داخله جوه البحر المتوسط. ده مدينه صيدا، كأن الارض واقفه ومطلعه لسانها يا نجم جوه البحر، فقال لك عباره عن لسان يمتد داخل الماء. المدينه الثانيه يا نجم الشهيره في الحضاره الفينيقيه وهي مدينه صور. قال لك عنها ايه؟ قال لك ان هي احتلت المركز الثاني بعد صيدا من حيث الزعامه. يبقى كده الكلام واضح وصريح. اللي هي الزعامه المركز الاول صيدا، اللي هي الزعامه في المركز الثاني بعد صيدا مدينه ايه يا جماعه؟ مدينه صور. وقال لك كمان عنها ان هي كان ليها سور عظيم يحميها من الطامعين والغزاة. يبقى مين اللي كان ليها سور عظيم اللي كانت عندنا في السؤال؟ مدينه ايه؟ صور. المدينه الثالثه المهمه في الحضاره الفينيقيه، خد بالك احنا في فينيقيا دلوقتي. المدينه الثالثه المهمه مدينه جبيل. عايزك برضه انك تعرف عنها حاجتين. قال لك ايه عن جبيل عندنا؟ قال لك ان هي كانت اكثر المدن الفينيقيه اتصالا بمين يا نجم؟ اتصالا بمصر. يبقى مين اكتر مدينه في الحضاره الفينيقيه كانت على تواصل مع مصر؟ مدينه جبيل. مدينه يا اساتذه؟ مدينه جبيل. وايه الدليل على كده؟ ساعات بيسالك على فكره. لقينا في المدينه دي بعض التماثيل الفرعونيه، ولقينا على جدرانها اسماء الملوك الفراعنه باللغه الهيروغليفيه. فده اثبت التواصل بين فينيقيا او التواصل بين مصر وجبيل. وايضا جبيل دي حاجه مهمه جدا عثر بها على اقدم ابجديه في التاريخ. يعني ايه يا مستر ابجديه؟ كتابه مكونه من حروف. اول ناس عملوا كتابه في التاريخ كانوا الفينيقيين، ولقينا اقدم اثار للكتابه دي في المدينه الفينيقيه الشهيره مدينه جبيل. المدينه الرابعه برضو اللي خدناها في جبيل اسمها مدينه اوغاريت. اوغاريت يا نجم اشتهرت بقى مستر؟ قال لك اشتهرت بالفن والعمران. لقينا فيها بقايا بعض القصور الفينيقيه، وكانت تعتبر اشهر المواني الفينيقيه. اشهر المواني ايه يا شباب؟ اشهر المواني الفينيقيه. وبالمناسبه ساعات بيشبه لك اوغاريت دي بيا مستر بمدينه طيبه عندنا في الحضاره الفرعونيه. هما الاثنين اهتموا بالفن والعمران. يبقى نجم قدامك كل المدن الفينيقيه. راجع معايا واحنا بنذاكر كل حاجه. لو ركزت في المحاضره انت كده هتظبط الدنيا مع نفسك. وطبعا بعد المحاضره عايز تحل كتير حل يا نجم، وهبقى اسيب لك برضو ارقام التواصل معانا. اللي يقف معايا سؤال يبعته لنا واحنا مع الناس لغايه اما تخش الامتحان. طب في اللجنه يا مستر انساني وخد عنواني. يلا يا باشا. صيدا كان ليها الزعامه هنا على المدن الفينيقيه، كانت عباره عن لسان يمتد داخل الماء. صور احتلت المركز الثاني بعد صيدا وكان ليها سور عظيم. جبيل اكثر المدن متواصله مع مصر وعثر بها على اقدم ابجديه في التاريخ. اوغاريت اشتهرت بالفن والعمران وكانت اشهر المواني الفينيقيه. يلا بينا نرجع تاني لاسئلتنا. يبقى السؤال كان بيتكلم عن المدينه اللي في الصوره، قلنا عامله ازاي يا مستر؟ مدينه ليها يا نجم قلنا سور عظيم بيحميها من الطامعين، اللي هي مدينه صور. احنا بقى عايزين عباره من 4 بتعبر عن مدينه صور. هل اقيمت على لسان ممتد داخل الماء؟ لا مستر، دي صيدا. تعد اقدم المدن واوسخها صله بمصر؟ لا مستر، دي جبيل. تولت الزعامه المدن بعد صيدا؟ هي دي يا مستر،
مدينة صيدا، مدينة سور، يبقى هو الإجابة دي ج. اشتهر بالفن؟ لا دي أوغاريت. لازم النجم يكون مذاكر عشان تعرف تحل، مفيش حاجة بالفهلوة والكلام ده. 9 بيقول لك إيه؟ تعرضت فينيقيا لمحاولة احتلال من جهة الشرق على يد مين؟ أول حد حاول يغزو فينيقيا من جهة الشرق ولكن فشل الملك نبوخذ نصر الثاني. الملك العراقي الشهير مين يا جماعة؟ نبوخذ نصر الثاني. هو ده ينتمي لأنهي دولة؟ للدولة الكلدانية. تعالى كده برضو نراجع على الجزئية دي يا معلم. عايزين نعرف مع بعضينا كده. يبقى احتلال فينيقيا يا نجم. أول احتلال لفينيقيا كان أول محاولة، يعني لسه بقول لك عملها الملك العراقي الشهير نبوخذ نصر الثاني، بس للأسف انتهت بالفشل. ليه يا مستر؟ قال لك بسبب أسوارها العالية. توقع كده مين أكتر مدينة فيهم كان مش عارف يخشها نبوخذ نصر الثاني؟ مدينة صور، عشان كان ليها مستر سور إيه؟ سور عظيم. طب بعد نبوخذ نصر الثاني مين اللي نجح بقى في احتلال العراق؟ أول حاجة الإسكندر الأكبر، وجي من بعديه الدولة السلوقية، وجي من بعديه الرومان، وجي من بعديهم الفتح الإسلامي بتاريخ احتلال فينيقيا. يبقى أول حد حاول يحتلهم وجي من الشرق كان نبوخذ نصر الثاني وفشل. لكن بعد كده نجح بعد الإسكندر، بعدهم الدولة السلوقية، ثم الرومان، حتى مجيء يا جماعة الفتح الإسلامي لبلاد الإيه؟ البلاد فينيقيا اللي هي سوريا القديمة. السؤال العاشر بيقول لحضرتك إيه؟ تمثل العامل المشترك بين الحضارتين الفرعونية والفينيقية. السؤال اللي زي ده عشان تحله يا نجم لازم تستخدم سياسة الاستبعاد. عايز حاجة مشتركة بين مصر وفينيقيا. هل أول حاجة يا نجم تكوين إمبراطورية واسعة؟ مصر عملت إمبراطورية، فينيقيا ما سمعناش. هل السمو إلى التوحيد؟ ولا هل تحقيق العدالة الاجتماعية؟ ولا هل اختراع الأبجدية الفينيقية؟ تعالى كده نستوعب مع بعضينا عشان نعرف الصح من الغلط. هل تكوين إمبراطورية واسعة؟ لا، فينيقيا ما عملتش يا مستر إمبراطورية. السمو للتوحيد دي حاجة حصلت في مصر لكن ما سمعناش عنها يا مستر في فينيقيا. اختراع الأبجدية، الفينيقيين عملوا أبجدية، المصريين القدماء لا. الكتابة بتاعتنا الهيروغليفية دي كانت صور ورموز، أما كلمة أبجدية يعني كتابة من حروف دي ما كانتش موجودة في مصر، موجودة بس في فينيقيا. فلو استخدمنا سياسة الاستبعاد هتلاقي إيه؟ ب تحقيق العدالة الاجتماعية. حتى لو أنت مش مقتنع بالإجابة قوي فعلى ما استبعدنا هي دي الإجابة الوحيدة الصحيحة فيهم يا نجم. ده السؤال رقم 10. تعالى بعد كده نجم بقى من أول السؤال رقم كام؟ رقم 11. بيقول لك إيه؟ تمثل الهدف الأساسي من اختراع الفينيقيين للأبجدية. لازم نراجع مع بعض يا مستر على السؤال المهم قوي ده، قصة الأبجدية الفينيقية. لسه بقول لك يعني ايه مستر أبجدية؟ كتابة مكونة من حروف. أول ناس في التاريخ عملوا كتابة من حروف كانوا الفينيقيين، وكانت يا نجم مكونة من 22 حرف. مين اقتبسهم منها بعد كده؟ الإغريق قلدوهم ونقلوها، ثم أورثوها للرومان، والرومان نشروها في كل أوروبا، ومنها اتعملت كل اللغات الأوروبية الحديثة. يبقى كل اللغات الأوروبية الحديثة في الأصل مشتقة من الأبجدية الفينيقية. مشتقة من إيه يا أساتذة؟ من الأبجدية الإيه؟ الفينيقية. فيجي يقول لك بكرة في السؤال المقالي اثبت صحة العبارة الآتية: كانت فينيقيا صاحبة فضل على العالم من الناحية الثقافية. هتقول الإنجاز ده أهم حاجة عملتها فينيقيا العالمية هو الكتابة وكمان التجارة البحرية، بس هنا الكتابة. فمستر هم عملوا الكتابة ليه؟ هنا نتناقش شوية مع الناس المحترمة اللي بتفهم. الأبجدية في حد ذاتها إنجاز ثقافي، لكن اتعملت ليه يا نجم؟ اتعملت قال لك كده لتسجيل
المعاملات الاقتصادية. اللي مذاكر وعارف ان حضاره فينيقيا اصلا حضاره بحريه تجاريه، فكانوا بيسجلوا هم بيبيعوا ايه وبيشتروا ايه. فعشان يبقى معاهم كتابه يسجلوا بيها الحاجات دي اخترعوا الابجديه الفينيقيه. يبقى الهدف منها هدف اقتصادي. يبقى هناك مش حاجه اسمها لخبطه، في حاجه اسمها فهم. يبقى الكتابه في حد ذاتها حاجه ثقافيه، لكن الهدف منها ايه؟ هدف اقتصادي. يجي بكره في الامتحان يقول لك كده: درست 4 مدن دلوقتي معايا في فينيقيا. مين هم يا مستر؟ صيدا، سور، جوبيل، وغريب. تتوقع مين أكتر مدينة فيهم كانت محتاجة للأبجدية؟ الصح تقول له مدينة أوغاريت. ليه يا مستر؟ ما أنا كنت لسه كاتب لك أوغاريت اشتهرت بالفن والعمران، وكمان كانت ميناء هام، فكان فيها تجارة كتير جدا، فهي أكتر مدينة كانت محتاجة للأبجدية الفينيقية. ارجع تاني يا نجم لملزمتك. فهنا بيقول لك ايه بقى؟ تمثل الهدف الاساسي من اختراع الفينيقيين للابجديه. الفينيقيين اخترعوا الابجديه ليه؟ هل لدعم النشاط الاقتصادي؟ ولا تطوير اللغه المصريه القديمه؟ ولا تسجيل انجازاتهم العسكريه ونشر العلوم والمعرفه؟ طبعا الصح دعم النشاط الاقتصادي، عشان يسجلوا بيشتروا ايه وبيبيعوا ايه. السؤال رقم 12 بيقول لك يا نجم: يدل وجود المعبودة عشتار عند العراقيين القدماء والفينيقيين والمصريين القدماء على ايه؟ تعال كده نرجع مع بعضينا كده يا شباب قصة الآلهة. مثلا يا نجم، لو مثلا سألك عن حضارة العراق، مين يا مستر أشهر الآلهة اللي درسناهم السنة دي في العراق؟ 2: آنو وعشتار. دول أشهر آلهة العراق. آنو رمز السماء، وعشتار رمز الايه يا جماعه؟ الحب والحرب. ده فين؟ ده في العراق. طيب مستر لو اتكلمنا مثلا عن حضاره فينيقيا، مين يا مستر اشهر الالهه في الحضاره الفينيقيه؟ عندك يا نجم 4 درسناهم: إيل وبعل وعشتار وأدونيس. دول أشهر آلهة مين؟ آلهة فينيقيا. عندهم إيل هو كبير المعبودات في الحضارة الفينيقية. بعل يقول لك رمز الخصب والنماء. يعني يا مستر هو في اعتقادهم المسؤول عن خصوبة ونمو المحاصيل الزراعية. عشتار ايه ده يا مستر؟ هنا وهنا يا نجم، بس هنا ليها رمز وهنا ليها رمز. في العراق كانت رمز الحب والحرب. اما عشتار فينيقيا هي كانت رمز برضو الخصب والنماء، وكانت زوجة الإله بعل. زوجة مين؟ الإله بعل. إذا يا مستر ده جوزوا الآلهة لبعض يا نجم، يبقى كده ادوها بعض الصفات البشرية. في حضارتين عندنا في المنهج ادوا الآلهة صفات بشرية: فينيقيا ومين كمان؟ واليونان. طب أدونيس، أدونيس يا نجم يمثل القوة المتجددة في الشمس، يعني في اعتقادهم هو المسؤول عن عودة الصيف بعد طول الشتاء. يبقى عندنا 4 آلهة شهيرة في الحضارة الفينيقية: إيل، بعل، عشتار، أدونيس. معايا مين هما؟ إيل، بعل، عشتار، أدونيس. صعب برضه يسألك يقول لك الإله بعل والآلهة عشتار ليهم علاقة بإيه؟ بحرفة الزراعة، هما رمز الخصب والنماء. طب مستر مثلا احنا كده قلنا العراق ومين؟ قلنا العراق وفينيقيا. طب مثلا مستر تعال نتكلم عن حضارة اليونان اللي هي الحضارة الإغريقية. يا نجم أشهر إله في الحضارة الإغريقية اسمه الإله زيوس. أشهر آلهة الإغريق اسمه الإله زيوس. وكان الإغريقيين دول أو اليونانيين بيعتقدوا إن الإله ده ليه أسرة، وقاعدين فوق قمة جبل في اليونان اسمه جبل الأولمبس. يبقى كده يا نجم بيعتقدوا إن الإله ليه أسرة وعايش فوق الجبل. يبقى برضه يا مستر بيدوله صفات بشرية. بيدوله إيه يا أساتذة؟ صفات بشرية. يبقى في تشابه بين حضارة فينيقيا وحضارة العراق وحضارة اليونان. المتشابه بين فينيقيا واليونان الاتنين ادوا الآلهة صفات بشرية.
طيب مستر برضو درسنا الترم ده حضارة الرومان. مين أشهر آلهة روما؟ أشهر آلهة روما هو الإله جوبيتر، ده أشهر الآلهة الرومانية. وبجانب الإله جوبيتر الرومان كان عندهم عادة وهي تقديس الأباطرة الرومان، جمع كلمة إمبراطور. طيب مستر بقى بخصوص بقول لك تشابه بين العراق وفينيقيا، الاثنين عشتار، ومصر كمان على فكرة. مصر هي كمان وتحديدا في زمن الملك المصري رمسيس الثاني في الأسرة ال19 نقل عبادة الآلهة عشتار من العراق وعبدناها في مصر. فالآلهة اللي اتعبدت في 3 حضارات هي الآلهة عشتار في العراق وفينيقيا ومين يا جماعة؟ ومصر. نرجع تاني يا نجم للأسئلة بتاعتنا. يبقى كده يقول لك يدل وجود المعبودة عشتار عند العراقيين القدماء والفينيقيين والمصريين القدماء على ايه؟ تأثر الحضارتين العراقية والفينيقية بالحضارة الفرعونية؟ لا طبعا. احنا اللي خدنا منهم الآلهة مش هم اللي خدوها مننا. التواصل الحضاري بين هذه الشعوب، ولا وجود لغة واحدة تجمع تلك الشعوب، ولا سمو تلك الحضارات إلى الوحدانية؟ طبعا الصح نختار ب هو التواصل الحضاري بين الشعوب. السؤال اللي بعده 13. نستنتج من خلال تحليل معطيات الهرم الاجتماعي لفينيقيا أن وجود التجار في قمة الهرم الاجتماعي يعود لإيه؟ دي طبقات الحضارة الفينيقية. طبقة عليا بتضم الوزير والنبلاء وكبار الكهنة والتجار والأغنياء. طبقة وسطى بتضم أصحاب المهن والصناعات والموظفين. طبقة دنيا بتضم الخدم والعبيد. هو السؤال بقى عن التجار. بيقول لك التجار ليه كانوا في الطبقة العليا في فينيقيا؟ لازم يا نجم تبقى مذاكر وعارف. تعالى كده أفكر حضرتك. أساتذة، نسأل الناس الشاطرة كده المحترمة. هو مصر والعراق الاتنين دول يا مستر حضارات إيه؟ الاتنين دول يا مستر حضارات زراعية. مصر والعراق حضارات زراعية. إحنا عندنا في مصر قامت الزراعة اعتمادا على نهر النيل. هم في العراق عندهم نهرين دجلة والفرات. فمستر فينيقيا وكمان ممكن يجيب لك اليونان، الاتنين دول حضارات تجارية أو بحرية تجارية. يبقى نجمع، والناس شاطرة تحب الحاجات اللي هي إيه تربط أحداث مع بعض. يبقى كده يا نجم مصر والعراق الاتنين حضارات زراعية. فينيقيا واليونان الاتنين حضارات تجارية. يبقى كده حضارة فينيقيا كانت حضارة بحرية تجارية، وعشان كده التجار كانوا في الطبقة العليا في فينيقيا. هل لدورهم في إدارة الحكم، ولا عشان النشاط الاقتصادي الرئيسي السائد، ولا ابتكارهم للأبجدية الفينيقية، ولا تحقيق العدالة والمواطنة؟ طبعا الصح به وهو النشاط الاقتصادي الرئيسي السائد. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بدأت علاقات مصر الفرعونية بفينيقيا منذ عصر ايه؟ أول العلاقات كانت في عصر الدولة القديمة، وتحديدا زمن الملك مين يا جماعة؟ سنفرو. تعالى كده نفتكر مع بعضينا التواصل الاقتصادي بين مصر وفينيقيا. لازم نراجع على كل الحاجات المهمة دي في الامتحان، نحاول نراجع على أكبر قدر من الأفكار. أول تواصل اقتصادي حصل بين مصر وفينيقيا حصل يا نجم في عصر الدولة القديمة. مين يا مستر اللي عمله؟ ملك كلنا عارفينه اسمه الملك سنفرو. هو يا جماعة سنفرو كان بيجيب إيه من فينيقيا؟ كان بيجيب منه يا مستر خشب الأرز. وعلى فكرة سنفرو في الأسرة الرابعة. يبقى الكلام ده عرفناه منين يا مستر؟ من حجر باليرمو. معلومة كده واخدينها من الترم الإيه؟ من الترم الأول. إن من أول الأسرة الأولى لحد الخامسة كل أعمالهم متسجلة على حجر إيه؟ على حجر باليرمو. طيب بعد كده حصل برضه تواصل اقتصادي بين مصر وفينيقيا في عصر الدولة الحديثة. واللي كان عمله مين يا مستر؟ عمله الملك رمسيس الثاني. خد بالك رمسيس الثاني تتواصل مع فينيقيا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. طب كمان اتواصلنا معاهم اقتصاديا وحدث مهم قوي
في العصر المتأخر، كلنا عارفين في العصر المتأخر كان في ملك مصري اسمه الملك نخاو. نخاو ده يا شباب كان عايز يعرف كل حاجة عن قارة إيه؟ عن قارة أفريقيا. فراح يا نجم استعان ببحارة من فينيقيا كان معاهم سفن حديثة، وطلب منهم الدوران حول قارة أفريقيا. رحلة يا نجم استغرقت 3 سنوات، وكان الهدف منها هدف إيه لما يسألك؟ هدف اقتصادي. وبالمناسبة الطريق اللي مشيت فيه الرحلة ده اللي بعد كده الأوروبيين اكتشفوه وسموه طريق رأس الرجاء الصالح. قال لك احنا كمصريين عرفنا الطريق ده قبليهم بآلاف السنين. يبقى التواصل الاقتصادي بين مصر وافريقيا في عصر الدولة القديمة عمله الملك سنفرو، في الدولة الحديثة الملك رمسيس الثاني، وفي العصر المتأخر الملك مين يا شباب؟ الملك نخاو. تعالى بعد كده نجم السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ استرابون بليوبس من رموز الحضارة الإغريقية، لما تركه من أعمال ثقافية عظيمة ويعد العامل المشترك ما بينهم. تعال أقول لك كده على حاجة جميلة عشان نعرف نجاوب على السؤال ده. تعالوا معلمين نعرف أشهر المؤرخين في الحضارة. أشهر المؤرخين الإغريق. أشهر المؤرخين الإغريق عندنا نجم هيرودوت. هيرودوت احنا عارفينه مستر من الترم الأول يا نجم، اللي كان زار مصر وكتب عنها في كتاب اسمه كتاب تمحيص الأخبار. كان كتاب مكون من 9 أجزاء، والجزء الثاني كان عن مصر. عندك كمان في واحد اسمه بليوبس، وبليوبس ده يا نجم عمل ايه يا مستر؟ قال لك بليوبس كتب عن مصر برضه في كتاب اسمه كتاب التاريخ العام. وعندنا كمان مؤرخ ثالث في اليونان وهو سترابون، كان عمل كتاب اسمه كتاب الجغرافيا، والكتاب كان مكون من 17 جزء، وتحديدا في الجزء ال 17 اتكلم عن مصر. يبقى كده يا معلمين عندنا اشهر 3 مؤرخين في الحضاره الاغريقيه، هيرودوت بليوبس سترابون. الثلاثه المتشابه بينهم ان الثلاثه من اليونان، غير ان الثلاثه من اليونان ايضا يا شباب الثلاثه كتبوا عن مين يا شباب؟ عن مصر ام الدنيا. تعال يا معلم، يبقى كده هو جايب لك 2 منهم سترابون وبليوبس. ايه المتشابه بينهم؟ هل المزج بين الكتابه التاريخيه والجغرافيه، ولا بروز دورهم في عصر أثينا الذهبي، ولا نقل العلوم المصريه لبلاد اليونان، ولا اهتمام بتاريخ الحضاره المصريه؟ طبعا المتشابه بينهم التاريخ المصري والحضاره المصريه. سؤال رقم 16، عمل كل من سولون وحمورابي على تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال ايه؟ حمورابي انت عارف كان اصدر مجموعه من القوانين في العراق، وسولون اصدر مجموعه من التشريعات والقوانين في اليونان. فالمتشابه بينهم الاثنين عملوا تشريعات الزاميه. تعالوا نفتكر مع بعضنا كده يا شباب. يبقى حمورابي ده كان مشهور جدا فين يا معلم؟ في العراق. ليه يا مستر؟ عشان حمورابي في العراق عمل لهم 282 قانون، سجلهم كده على لوحة حجرية في العراق، وكان حمورابي مصور نفسه كده وكأنه بيقتبس هذه القوانين من إله الحكمة والعدل في العراق اسمه الإله شمش. طيب الاسم التاني اللي معاه في السؤال سولون. سولون يا نجم ده من أشهر ملوك أثينا في النظام الديمقراطي. كان عمل ايه سولون ده؟ تعالى نفتكر مع بعض. كان يا مستر أول حاجة عملها يقول لك شجع على العمل والإنتاج، قال لك لازم الناس تشتغل. الحاجة التانية وفر فرص عمل للعامة، العامة اللي هم الناس الفقيرة والبسيطة. كمان سولون في أعماله في أثينا يقول لك يا نجم خفض الإنفاق على الاحتفالات. يعني ايه مستر الكلام ده؟ سولون زي ما بقول لك كان بيحكم في النظام الديمقراطي، ولو انت من الناس الجامده اللي مذاكره عارف
قبل النظام الديمقراطي في اثينا كان في نظام اسمه النظام الارستقراطي. الاغنياء كانوا مسيطرين وكانوا بيصرفوا كتير جدا من فلوس الدوله على الاحتفالات. الراجل سولون المحترم اللي زي حضرتك كده قال لك لا، ما ينفعش نصرف كل الفلوس دي على الاحتفالات، خفض الانفاق على الاحتفالات. من اعمال سولون في اثينا كمان يقول لك اسقط الديون. يعني يا مستر، قبل سولون ما يحكم كان في النظام الارستقراطي بيفرضوا ضرائب كتير جدا على الشعب، فشعب اثينا نجم كان مديون للدوله. جه سولون عمل واجب مع شعب اثينا واسقط الضرائب، يعني لغاها واسقط الديون. يبقى اهم اعمال سولون في اثينا شجع على العمل ويا جماعه والانتاج، وفر فرص عمل للعامه، خفض الانفاق على الاحتفالات، اسقط الديون. دي اهم اعمال سولون فين يا معلمين؟ في اثينا. هو يا نجم لو قال لك كده استنتج، سولون ده تعتبر اعماله ركزت في الجوانب الايه؟ في الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه. اعمال سولون تركزت في الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه. سولون فضل يحكم لكن شعب اثينا برضه اعترض عليه. هو حتى بيقول جمله كده، بيقول لك ليس كل من يعمل اعمال عظيمه يحصل على ثقه الجميع. برضه شعب اثينا ما عجبهمش سولون، فراح سولون قال لهم يلا غوروا في 60 داهيه، وساب اثينا وزار بعديها مصر عندنا لدراسه الحضاره المصريه، بس قال لهم تمشوا بتشريعات لمده كام سنه؟ 10 سنوات. فاحنا عندنا التشابه بين حمورابي في العراق وسولون في اثينا، الاثنين اصدروا قوانين وتعلمنا كتير، كل الناس عارفه الكلام ده. اي حد بيصدر قوانين يا نجم يبقى يمتلك سلطه اسمها السلطه التشريعيه. سلطه اسمها السلطه ايه يا اساتذه؟ التشريعيه. ارجع تاني يا نجم لملزمتك. فسواء سولون او حمورابي الاثنين اهتموا بالتشريعات اللي هي يقصد بيها القوانين. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ ظهر مفهوم عالميه الحضاره الانسانيه على يد مين؟ الاسكندر الاكبر. في كلمه كده قالها الاسكندر لازم تبقى عارفها. قال يا مستر الاسكندر الاكبر؟ قال العالم وطن واحد، عايز اسيطر على العالم كله. وبالمناسبه الاسكندر هيعرف يعمل كده. هو في اليونان وراح استولى على اسيا الصغرى وكمان على سوريا، وبعد سوريا مصر، وبعد مصر راح العراق وايران والهند. دي كلها توسعات عملها لنا الاسكندر الاكبر. سؤال 18 بيقول لك اي من انظمه الحكم في سبارتا قديما كان يتشابه مع دور الهيئه الموضحه بالصوره؟ ده شكل البرلمان بتاعنا القديم ومجلس الشعب، او بنسميه مجلس النواب دلوقتي عندنا في مصر. مجلس النواب في مصر ايه سلطته؟ اصدار القوانين. هو بيقول لك بقى يا نجم في سبارتا مين مسؤول عن اصدار القوانين؟ قبل ما نجاوب يلا نراجع ونفتكر مع بعض نظام الحكم في مدينه سبارتا. ركز يا معلم. سبارتا من اشهر المدن اليونانيه الاغريقيه. نظام الحكم عندهم مستر اتكون من 5 عناصر. اول حاجه في سبارتا الملكين. اول حاجه ايه يا شباب؟ الملكين. دول يا نجم بيتم انتخابهم من اكبر اسرتين في المدينه. عندهم في سبارتا 2 يا مستر. طب ما الاثنين هيدبوا ببعض؟ لا يا نجم، كل قاعده ولها استثناءات. هم بيشوفوا اكبر عيلتين في سبارتا وكل عيله ترشح منها واحد، والاثنين بيحكموا مع بعض وبيحكموا مدى الحياه، يعني اي واحد فيهم ما بيتغيرش غير بعد ما يموت. عندهم كمان في سبارتا بعد الملكين عندهم يا نجم مجلس الشيوخ. وبالمناسبه مجلس الشيوخ في سبارتا كان بيتكون يا مستر من 28 عضو بس. لا يا نجم، الملكين بييجوا يرخموا ويحضروا معاهم، وكلهم مسؤولين عن ايه يا مستر؟ اصدار القوانين. يبقى مين صاحب السلطه التشريعيه في سبارتا؟ هو مجلس الايه يا جماعه؟ مجلس الشيوخ.
بس في هنا برضه استنتاج مهم في نواتج التعلم. كده الملكين دخلوا نفسهم في شغل مش شغلهم، راحوا حطوا مناخيرهم في شغل مجلس الشيوخ. لما حد يتدخل في سلطة مش سلطته، سمينا قبل كده الكلام ده في نواتج التعلم عدم الفصل بين السلطات. عدم الفصل بين يا شباب، عندهم يا شباب بعد مجلس الشيوخ ما يصدر القوانين، القانون ما يتطبقش على طول. ايه القانون في سبارتا؟ بيتعرض على جمعيه اسمها الجمعيه الشعبيه. اسمها الجمعيه يا اساتذه الجمعيه الشعبيه. الجمعيه الشعبيه دي فيها ممثلين عن اعضاء ممثلين عن ايه الشعب بتاع ايه سبارتا. دول ايه مهمتهم؟ بيصوتوا على مستر. قال لك مهمتهم التصويت على قرارات مجلس الشيوخ بالقبول او الرفض. يعني ايه مستر الكلام ده؟ مجلس الشيوخ هو اللي بيصدر القانون، القانون ما يتنفذش على طول. القانون الاول في سبارتا بيتعرض على جمعيه اسمها الجمعيه الشعبيه، وهم يقولوا رايهم. مين موافق على القانون يرفع ايده، مين معترض يرفع ايده، ونشوف الاغلبيه ونرفض او ننفذ القانون. كمان يا نجم في سبارتا بعد الملكين ومجلس الشيوخ وكمان الجمعيه الشعبيه عندهم كمان حاجه اسمها الرقباء الشعبيون. دول يا مستر عباره عن ايه؟ جمع كلمه رقيب. الرقباء الشعبيون دول يا نجم عباره عن 5 اعضاء بيتغيروا كل عام. ايه مهمتهم يا مستر؟ مراقبه السلوك. يمشوا كده في الشوارع الميادين وسبارتا يشوفوا مين ماشي بادب واحترام ومين بيخالف السلوك العام، ياخد على قفاه نجم على طول. ودول كده ليهم سلطه تنفيذيه وقضائيه. تنفيذيه يعني عاملين زي الشرطه كده، من حقهم يقبضوا على الناس، وقضائيه من حقهم كمان يحكموا على الناس زي المحاكم. اخر حاجه في سبارتا، بس هي على فكره اهم حاجه عندهم اساسا، الجيش. يقول لك كده عن الجيش: هو محور الحياه في سبارتا. محور الحياه فين يا شباب؟ في سبارتا هو جيش. يعني الجيش اهم حاجه في سبارتا. ليه؟ لان اللي مذاكر عارف يا شباب سبارتا اعتمد اساسا عليها مستر على القوه العسكريه. سبارتا اعتمد عليها يا شباب على القوه العسكريه. قال لك حاجه اسمها التربيه العسكريه الصارمه، دي اللي اعتمدت عليها مين يا شباب؟ اعتمدت عليها سبارتا. نرجع تاني بقى نكمل سؤالنا. يبقى بيقول لك كده مجلس النواب ده كده عندنا في مصر شبه ايه في سبارتا؟ شبه مجلس الشيوخ. هما الاثنين شبه بعض في ايه يا مستر؟ في اصدار القوانين. تعالى بعد كده يا معلم معايا في سؤال رقم 19. ركز معايا يا نجم. بيقول لك ايه؟ اختلفت المدن الاغريقيه في العديد من نواحي الحياه الا انها اتفقت في ايه؟ بص يا نجم، الاغريق كان اشهر مدن عندهم قلنا كريت وسبارتا واثينا. كانوا مختلفين في كل شيء ما عدا حاجتين اجتمعت عليهم المدن الاغريقيه. يا نجم المدن الاغريقيه اجتمعوا على حاجتين، ايه هم يا مستر؟ اجتمعوا كلهم على عباده الاله زيوس، دي حاجه اجتمعت عليها كل المدن الاغريقيه. الشيء الثاني ممارسه الالعاب الاولمبيه. كانوا كلهم بيتجمعوا في قصه الالعاب ايه يا شباب؟ في قصه الالعاب الاولمبيه. يبقى كده الاغريق مختلفين في كل شيء الا في حاجتين كانوا بيجمعوهم: عباده الاله زيوس واقامه الالعاب الاولمبيه. ده اللي بيجمع ايه يا جماعه؟ الاغريق. فبيقول لك تاني السؤال: اختلفت المدن الاغريقيه في العديد من نواحي الحياه الا انها اتفقت في ايه؟ في الهويه العقائديه اللي هي يقصد بها نجم عباده اله كده عندهم اسمه الاله ايه يا شباب؟ الاله زيوس. سؤال 20 بيقول يا مستر: تعثر الكثير من الفلاسفه اليونانيين بالعلوم الطبيعيه وكان من اشهرهم. لازم يا نجم نراجع كده على اشهر علم ازدهرت باليونان، وهو يا استاذنا علم الفلسفه. واداك 3 اسماء كده مهمين عندنا في علم الفلسفه في الحضاره اليونانيه، وهم اساسا مؤسسين العلم ده: سقراط،
أفلاطون، أرسطو. كل واحد منهم يا شباب فلسفته مميزة بشيء معين. عندك هناك مثلا سقراط، الفلسفة بتاعته قائمة على إيه؟ قال لك قائمة على حاجة اسمها إعمال العقل في كل شيء. لازم يشغل عقله، مفيش حاجة اسمها هي كده وخلاص. بالمناسبة يا شباب، أنا مركز جدا في التقييمات بتاع الترم الثاني فيها حاجتين. دايما بيجيب كلمة يخرج عنها في السؤال، يخرج عنها دي بتنفي معنى السؤال كله عشان تاخد بالك وأنت بتحل. ده كمان جامد بقى يجيب أبيات شعر. إيه يا مستر؟ احنا في حصه تاريخ مش حصه عربي. يا نجم، يجيب لك بيتين شعر وباللغه العربيه ويسالك سؤال استنتاج عنه. ممكن بكره في الامتحان يجيب لك خريطه، يجيب لك صوره، يجيب لك جمله، يجيب اللي يجيبه. انت جامد تقرا وتفهم وتتعامل. ما تقعدش بقى وانت واثق من اجابتك تسال كل اللي حواليك، عشان دي حاجه بتزعج كده الايه؟ الناس، وبتخليهم يحلوا غلط. ايضا يا شباب غير سقراط عندك افلاطون. ده مستر عنده حاجة اسمها كده المنهج العلمي في التفكير. المنهج العلمي في ايه يا شباب؟ في التفكير. وعندك كمان يا نجم ارسطو، وده كانوا بيسموه المعلم الاول. اطلقوا عليه يا جماعة المعلم الاول. ليه يا مستر؟ لانه يا نجم بجانب الفلسفة نبغ في الكثير من العلوم زي الاحياء والتاريخ. زي الاحياء يا شباب والتاريخ. فالناس دول كلهم فلاسفه مشهورين في اليونان، سقراط، افلاطون، ارسطو. ده عند حضرتك في الحضاره اليونانيه. هو بقى في السؤال كان بيقول لك ايه بقى؟ تأثر الكثير من الفلاسفه اليونانيين بالعلوم الطبيعيه، وكان من اشهرهم بقى ايه؟ بليوبس، سترابون، افلاطون، سقراط. احنا قلنا هم ثلاثه: سقراط، افلاطون، ارسطو. اللي اتاثر بالعلوم الطبيعيه افلاطون، قلنا كان عنده حاجه اسمها المنهج العلمي في التفكير. سؤال 21 بيقول لك ايه؟ يواجه الانسان خلال حياته العديد من العقبات، وقد سعى الاغريق قديما لتحليل ودراسه تلك العقبات بواسطه جهود مين؟ مين اللي بيحل المشكلات في المجتمع؟ هل الفلاسفه والمفكرين، ولا المشرعين والمؤرخين، ولا رجال الدين والعلماء، ولا السياسيين والشعراء؟ المشكلات الاجتماعية والحياتية يحلها لك الفلاسفة والمفكرين. السؤال 22 بيقول لك ايه؟ نستنتج بالاستعانة بمعطيات الخريطة التالية أن بلاد اليونان عرفت الوحدة السياسية لأول مرة على يد إحدى القوى التي ظهرت في الجهات الإيه؟ أساتذة، مين أول حد سيطر على اليونان كلها تحت سيطرته مدينة مقدونيا بقيادة فيليب الثاني أو المقدوني؟ طب تعال نبص كده، هنا جايب لك الخريطة بتاعت اليونان. فين مقدونيا في اليونان؟ فوق يا مستر. يبقى أول ناس سيطروا على اليونان وحدوها هي الأطراف الشمالية، يقصد بها مين يا نجم؟ مقدونيا. وتعالى أفكرك كده بحاجة مهمة عندنا في درس الحضارة الإغريقية. إيه يا مستر؟ قصة حروب اسمها حروب البليوبونيز. إيه يا مستر؟ اسمع يا نجم ما تتخضش. حروب البليوبونيز. إيه يا مستر حروب البليوبونيز؟ دي يا نجم كانت بين سبارتا وأثينا، أشهر مدن الحضارة الإغريقية سبارتا وأثينا، مسكوا في بعض في حروب طاحنة اسمها حروب البليوبونيز. دايما هيقول لك ما الاثر الناتج عن حروب البليوبونيز؟ الاتنين اقوياء جدا، محدش فيهم عارف ينتصر على التاني، بس عشان هما الاتنين اقوياء وبيضربوا بعض الاتنين اصابهم الضعف. فيقول لك ايه نتائج حروب البليوبونيز؟ تقول له يا نجم ضعف المدن الاغريقيه. ضعف المدن ايه يا شباب؟ الاغريقيه. الاتنين ضعفوا، وده ساعد على ظهور مدينه جديده في اليونان استغلت ضعف سبارتا وأثينا وسيطرت على اليونان كلها، وهي مدينة مقدونيا بقيادة فيليب الثاني المقدوني، أول من وحد بلاد اليونان تحت يا جماعة تحت سيطرته. اسمه الملك فيليب الثاني، وكان كل حروبه ضد الفرس لحد ما اتقتل منهم. يقود اليونان من بعده ابنه وهو
الاسكندر ايه يا شباب؟ الاسكندر الاكبر. 23 بيقول لك ايه؟ تدل مشاركة الملكين في عضوية مجلس الشيوخ بسبارتا على ايه؟ قلتها انا النهارده دي. ان الملكين كده دخلوا نفسهم في شغل مش شغلهم. معنى كلمة ان حد يتدخل في سلطة مش من سلطاته ده يا جماعة في نموذج التعلم بنسميه عدم الفصل بين السلطات. المفروض الملكين في الاصل ليهم سلطة تنفيذية، راحوا حشروا نفسهم في مجلس الشيوخ اللي هو السلطة التشريعية. ده كده اسمه يا نجم عدم الفصل بين السلطات. السؤال 24 بيقول لك ايه؟ يعد العامل المشترك بين مدينتي جوبيل وجزيرة كريت في اليونان. جوبيل دي خدناها النهارده وقلنا كانت اوثق المدن الفينيقية اتصالا مع مصر. نفس الكلام عن كريت، اكتر المدن الاغريقيه اتصالا مع مصر. يبقى المتشابه بينهم هما الاثنين ارتباطهم الوثيق بالحضاره المصريه. وتعالى افكرك بحاجه. في جزيرتين مهمين جدا في البحر المتوسط اسمهم قبرص وكريت. عملوا ايه يا مستر الاثنين دول؟ قال لك لعبوا دور المعبر في نقل حضارات الشرق الى ايه يا جماعه؟ اليونان. قبرص وكريت نقلوا كل الافكار بتاعت مصر والعراق وفينيقيا ووصلوهم الى الحضاره اليونانيه الاغريقيه. فتشبيه، قال لك عملوا دور المعبر زي الكوبري في نقل حضارات الشرق الى الى بلاد اليونان. تعال بعد كده يا نجم. سؤال رقم 25 بيقول لك ايه؟ استكمل الاسكندر الاكبر مسيره ابيه فيليب المقدوني من خلال رغبته في ايه؟ لسه كنت بقول لك. اساسا فيليب المقدوني وحد اليونانيين من اجل محاربه الفرس. واتقتل على ايديهم وجه الاسكندر كمل الرحله بعد ابوه. فيبقى هدف الاسكندر ايه؟ نشر الثقافه الاغريقيه، القضاء على دوله الفرس، هو عايز حاجه متشابهه بين الاسكندر وابوه. توسيع امبراطوريته غربا، القضاء على سبارتا واثينا. لا، الاسكندر كمل قصه ابوه. ابوه بدا الحروب مع الفرس وهو استكمل ايه؟ القضاء على دوله الفرس. خد منهم اسيا الصغرى، سوريا، مصر، ايران، الهند وتركيا. 26 بيقول لك ايه؟ حدد اي من التشريعات الاتيه التي وضعها صولون تعبر عما يوضحه مضمون النص. النص بيقول لك ايه؟ كان يطلق على احد اصلاحات صولون سكيتا، طبعا كلمه باللغه اليونانيه، ولا تعني وضع الثقل، اي وضع عن اعناقهم حملا ثقيلا. عايز يقول لك يعني ان شعب اثينا كان شايل الهم والحمل، وان صولون عمل معاهم واجب وشال عنهم الهم والحمل ده. عمل كده ازاي؟ قلنا النهارده اعماله كلها عن طريق اسقاط الديون. الدين ده يا نجم هم بالليل والنهار. طول النهار الشخص بيطارد بالديون بتاعته، وبالليل عمال مش عارف ينام ويفكر في الديون دي. فجه صولون عمل واجب مع شعب اثينا واسقط يا شباب؟ واسقط الديون. تعال بعد كده يا نجم. سؤال رقم 27. يلا يا شباب كده صحصح معايا اوعى تنام وتمل، عندنا امتحان يا نجم. افتكر كده، كل لما تتعب افتكر ان عندك امتحان. يا مستر خلاص ما تزهقنيش يا مستر، اهدى يا نجم. الجهة التي كانت تمثل فصل الختام في اعتماد القوانين والقرارات في سبارتا، قلنا النهارده مجلس الشيوخ بيصدر القانون، بس مين صاحب الرأي الأول والأخير إن القانون يتنفذ أو يترفض؟ الجمعية الشعبية دي صاحبة فصل الختام، يعني الكلام الأخير في إصدار القوانين والقرارات. 28 بيقول لك إيه؟ تتفق الحضارة اليونانية مع الحضارة الفينيقية، قلناها النهارده طبيعة النشاط الاقتصادي. الاتنين حضارات لا مش زراعية، صحح لي يا نجم. الاتنين يا مستر حضارات تجارية، بحرية تجارية. قلنا النهارده ما تنساش مصر والعراق حضارات زراعية، فينيقيا واليونان حضارات تجارية.
سؤال 29 بيقول لك ايه؟ تعد بلاد الاغريق بمثابه المعلم والاستاذ لحضارات القاره الاوروبيه بفضل ايه؟ اتساع امبراطوريتها، انتصاراتها العسكريه، تواصلها الحضاري مع الشرق، تاثير العقيده الدينيه. طبعا الصح تواصلها مع الشرق. لسه قايل لك دلوقتي حالا في جزيرتين في البحر المتوسط تابعين لليونان، جزيره قبرص وكريت، نقلوا افكار الشرق الى اليونان، واليونان عملوا حضاره في اوروبا، اوروبا بعد كده اتعلمت منهم هم. يبقى اليونان علمت اوروبا ازاي الحضاره لما تواصلوا مع الشرق. مين الشرق يا مستر؟ يقصد بقى ايه؟ مصر وافريقيا والعراق. مصر وافريقيا وايه يا شباب؟ والعراق. السؤال 30 بيقول لك ايه؟ اختلفت سياسه بطليموس الاول عن سياسه الاسكندر الاكبر لمصر في ايه؟ حاجه اختلفوا فيها. هل اظهار احترام المعبودات؟ الاتنين احترموا المعبودات. امتلاك الخبرات العسكريه، الاتنين قاده عسكريين مهمين. تنظيم الامور الماليه والاداريه، هو ده الاختلاف. ايه الاختلاف؟ تعالى افهمك كده يا نجم. قول لي يا مستر. الاسكندر الاكبر لما جه عندنا مصر عمل ايه؟ قال لك عمل حاجه اسمها الابقاء على النظم الماليه والاداريه. ما غيرش اي حاجه في مصر خالص عشان ما يزعلش المصريين. ده كمان من اعماله المهمه الاسكندر الاكبر اول ما جه عندنا مصر اظهر احترام الالهه المصريه. وعارفين على راسها الاله مين؟ امون. في واحد سيوه راح زار معبد الاله امون وقدم له الهدايا والقرابين الاسكندر الاكبر. طب بطليموس بقى، بطليموس يا نجم لما حكم مصر عمل ايه يا مستر؟ قال لك من اعمال بطليموس الاول عندنا في مصر عمل تغيير في النظم الماليه والاداريه. ده اختلاف. يبقى الاسكندر ساب كل حاجه زي ما هي، اما بطليموس غير. طب ايه التشابه؟ ان بطليموس عمل زي الاسكندر برضه، اظهر احترام الالهه ايه يا جماعه؟ المصريه. يبقى لو سالك عن اختلاف بين الاسكندر وبطليموس، الاختلاف الاسكندر ابقى على النظم الماليه والاداريه ما غيرش حاجه، اما بطليموس غير النظم الماليه والاداريه. تشابه، الاثنين اظهروا احترامهم للالهه المصريه عشان يكسبوا عطف وود الشعب ايه يا جماعه؟ الشعب المصري. تعال بقى كده سؤال 31 بيقول لك ايه؟ يرجع اقبال المصريين على تعلم اللغه اليونانيه في عصر البطالمه. تعال اكلمك ايه الاول وافكرك بحاجه. ايه هي يا مستر؟ طبقات المجتمع المصري زمن الرومان. طبقات المجتمع المصري زمن البطالمه، سوري مش الرومان. احنا عندنا 6 دروس في المنهج، عندنا 5 منهم فيهم طبقات اجتماعيه. الوحيد اللي ما فيهوش طبقات اجتماعيه اليونان. لازم يا نجم تحاول تراجع الحاجات دي النهارده، ضروري جدا. اول طبقه عندنا في مصر زمن البطالمه طبقه المقدونيين. مين المقدونيين يا مستر؟ اللي هم البطالمه، اللي هم اساسا اصولهم منين؟ من مقدونيا، من اليونان. لما البطالمه احتلوا مصر شجعوا الهجرات اليونانيه الى مصر، فالناس دول مسكوا السلطه والمال، فاصبحوا هم اصحاب الطبقه الاولى. مين الطبقه الثانيه في مصر زمن البطالمه؟ يهود الاسكندريه. كانوا اغنياء جدا يا نجم، وبيشتغلوا في حاجه اسمها الاعمال المصرفيه، زي البنك كده، معاهم فلوس وبيدوا الناس قروض بالايه؟ بالربا. مين يا مستر اخر طبقه عندنا في مصر زمن البطالمه؟ الغلابه المصريين. مستر ازاي مستر احنا في دولتنا ونمثل اخر طبقه في المجتمع عشان احنا في حد بيحتلنا يا نجم؟ مش واخدين حريتنا ولا استقلالنا. فالمقدونيين البطالمه هم الطبقه الاولى، يهود الاسكندريه الطبقه الثانيه، المصريين الطبقه الثالثه. وقال لك يا نجم ان البطالمه المقدونيين بيتعالوا على المصريين، شايفين المصريين اقل منهم،
وفضل المصريين عايشين حياة سيئة لحد عصر بطليموس الرابع. ايه اللي حصل بقى؟ بدأ المصريين يشموا نفسهم شوية في مصر وياخدوا وضعهم عن طريق حاجتين. أولا في جزء ابتدى يتعلم اللغة اليونانية. اشمعنى يا مستر؟ كانت ساعتها اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية في مصر، فعشان تمسك منصب أو تشتغل في وظيفة محترمة لازم تعرف يوناني، فبعض المصريين اتعلموا يوناني، وعشان كده يا نجم عملوا إيه؟ مسكوا بعض الوظائف الكبرى، فارتفعت أحوالهم ومكانتهم في مصر. كمان بدأ المصريين يشتركوا في الجيش مع البطالمة وبطليموس الرابع، فتحسنت أحوالهم. يبقى المصريين اتحسنت أحوالهم زمن البطالمة عن طريق حاجتين. الحاجة الأولى تعلم اللغة اليونانية، الحاجة الثانية الاشتراك في الإيه؟ في الجيش. ويرجع نجم لسؤالك. يبقى المصريين أقبلوا على تعلم اللغة اليونانية في عصر البطالمة ليه؟ هل رغبتهم في تحسين وضعهم الاجتماعي؟ ولا إيمانهم بأهمية التنوع الثقافي؟ ولا الاطلاع على العلوم الإغريقية؟ ولا تطلعهم للسفر إلى بلاد الإغريق؟ طبعا الصح ألف، وهو إيه يا جماعة؟ رغبتهم في تحسين وضعهم الاجتماعي. السؤال اللي بعده بيقول لك إيه؟ يتضح من خلال تحليل مضمون النص المقابل بيتكلم عن إيه؟ عن حاجة كنا المفروض بناخدها في ثانية ثانوي، الشدة المستنصرية. وبالمناسبة اللي ثانوية عامة السنة الجاية عن تاريخ الإسلامي مش هيتغير. البكالوريا طبعا هيتغير التاريخ بتاعها. اساتذه، وطبعا التاريخ مش سيبك من الناس اللي تقول لك التاريخ هيبقى فلسفه، مفيش منه الكلام ده. ترويج بيروج ليه بعض مدرسين الفلسفه او مدرسين الجغرافيا عشان هم عايزين يدرسوا تاريخ، لكن نجم التاريخ هيفضل تاريخ زي ما هو. يبقى انت السنه الجايه عارف بتاخد مع مين تاريخ، عشان ده مستقبل حضرتك مش لعب عيال. الشدة المستنصرية هي أزمة اقتصادية طاحنة حدثت في مصر في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر النيل. بيقول لك في السؤال إن مصر مرت بحالة مشابهة في عصر البطالمة خلال عهد بطليموس الكام؟ بطليموس الثالث. في عصره حصل نفس الأزمة، انخفاض منسوب نهر النيل، وهو كان راجل محترم. وبالمناسبة بطليموس الثالث المصريين لقبوه بلقب الخير أو الصالح. لقب يا معلم الخير أو الصالح. ليه يا مستر؟ لأن في عصره زي ما لسه بنقول حصل أزمة انخفاض منسوب نهر النيل، المية قلت، حصل جفاف، فالزرع باظ، الناس حصل مجاعة مش لاقيين ياكلوا. هو عمل موقفين محترمين مع المصريين بطليموس الثالث. ما تقول لي يا مستر عمل ايه؟ أول حاجة عملها بطليموس الثالث يقول لك كده فتح صوامع الدولة أمام الشعب. فتح صوامع الدولة أمام الشعب. إيه الصوامع؟ كلمة أنت واخدها من الترم الأول، المخازن بتاعت الغلال بتاعت الدولة، فتحها للناس تاكل بالمجان وتاكل ببلاش. كمان الموقف المحترم الثاني اللي عمله بطليموس الثالث، عمل يا مستر أسقط الضرائب عن الفلاحين. أسقط الضرائب عن إيه يا شباب؟ عن الفلاحين. لغى الضرائب عشان عارف الفلاحين بيتهم اتخرب. فلما عمل الموقفين المحترمين المصريين لقبوه بلقب الايه؟ الخير او الصالح. من المعلومات المهمه جدا بتتكرر في الايه؟ في الاسئله. السؤال 33 بيقول لك ايه؟ توضح الصوره المقابله احد المعبودات التي كانت مزيج من الديانه المصريه والاغريقيه. اللي هو الاله مين؟ الاله سرابيس. مين يا مستر سرابيس ده؟ اللي هو عندك في الايه؟ في السؤال. كان مزيج بين الالهه المصريه والاغريقيه. لما البطالمه احتلوا مصر اظهروا احترام الالهه المصريه وحاولوا يظهروا عندهم تسامح ديني، فجابوا الالهه المصريه القديمه والالهه الاغريقيه بتاعتهم ضربوهم في الخلاط، طلعوا لنا اله جديد اسمه الاله سرابيس. ده بيدل على ايه؟ محاكاه البطالمه لسياسه الاسكندر المعماريه، ولا تميز البطالمه بالتسامح الديني، ولا حرص البطالمه على نشر معتقداتهم الدينيه، ولا رغبة ملوك البطالمة في تخليد ذكراهم؟ طبعا الصح بتسامح ديني من البطالمة مع القدماء المصريين. سؤال 34 بيقول لك ايه؟
اتخذ الاسكندر الاكبر بعد دخوله مصر شعار قرني الكبش المقدس للاله امون رمزا في تحقيق اهدافا له، كما في الصوره المقابله نستنتج من ذلك رباطه في ايه؟ الاسكندر النجم لما جه عندنا مصر قلت لك حاول يظهر احترامه للالهه المصريه، وراح زار معبد الاله امون في واحد سيوه، وخد الشعار بتاعه قرني الكبش، القرنين بتوع الخروف، لبسهم الاسكندر وبقى رايح جاي بيهم وفرحان ومبسوط. مستر بيعمل كده ليه؟ عشان يظهر احترامه للالهه المصريه، فيا نجم المصريين يحبوه، ودي اخره الحب. شفت الراجل عمل يتنفس خاطر الحب؟ هو ده يا نجم اخره الايه؟ الحب. طب الاسكندر بيعمل كده ليه؟ عشان يحبب المصريين فيه. يبقى الهدف من العمايل دي هدف ايه؟ هدف سياسي. يا نجم هو بيعمل حاجه دينيه اللي هو اظهار احترام الالهه المصريه، بس الهدف منها هدف سياسي بيثبت المصريين عشان يعرف يحكمهم، فهو بيعمل حاجه دينيه بس الهدف منها يا نجم هدف سياسي. تعالى بعد كده سؤال رقم 35. بيقول يا مستر سؤال 35 بيقول لك يا نجم يتضح من خلال تحليل معطيات الخريطة المقابلة أن توجهات الملكة حتشبسوت الاقتصادية تشابهت مع أنهي ملك؟ إحنا قلنا الترم الأول حتشبسوت عملت رحلات تجارية مع بلاد إيه؟ بلاد بونت، يعني في قارة يا مستر أفريقيا. مين من دول اهتم بالتواصل مع أفريقيا؟ بطليموس الثاني. هذا بطليموس الثاني ده عمل أكبر توسعات لدولة البطالمة. بجانب مصر اللي أبوه كان سايبها له، هو نجح في ضم منطقة شبه الجزيرة العربية، وكمان سيطر على سواحل البحر الأحمر، وكمان سيطر على أجزاء من قارة أفريقيا. مين يا نجم اللي عمل كل الجمالان ده؟ بطليموس الثاني. في نموذج التعلم يقول لك حاجة كده عايز أقولها لك. هو كده بطليموس الثاني يا مستر عمل إيه؟ سيطر على الأماكن المحيطة بمصر، سواء الجزيرة العربية أو أجزاء من البحر الأحمر أو أجزاء من أفريقيا. لما ملك يسيطر على الأماكن المحيطة بمصر دي في نموذج التعلم بنسميها المجال الحيوي الطبيعي لمصر. أي ملك بيحكم مصر وبيسيطر على الأماكن اللي حوالين مصر يبقى بيسيطر على المجال الحيوي الطبيعي لمصر، زي ما عمل معاك محمد علي كده في ثالثة إعدادي، سيطر على الشام والجزيرة العربية والسودان، فكده محمد علي سيطر على المجال الحيوي الطبيعي لمصر. فلو سألك عن سؤال في الامتحان مين اللي سيطر على المجال الحيوي الطبيعي لمصر؟ هتقول له بطليموس الثاني. سؤال 36 بيقول لك ايه؟ هدفت سياسة البطالمة من الاهتمام بالزراعة في المقام الأول، عايزين ايه؟ هل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟ ولا خلق فرص عمل للمصريين والإغريق؟ ولا بناء القوة الذاتية للدولة داخليا وخارجيا؟ ولا كسب ثقة المصريين وخاصة المزارعين؟ بص يا نجم، سواء في الزراعة والصناعة والتجارة البطالمة طبقوا نظام مهم جدا اسمه نظام الاحتكار، وده جه سؤال كتير جدا عليه في التقييمات. ليه البطالمة عملوا الاحتكار؟ عشان يبقى عندهم قوة اقتصادية. طبقوا الاحتكار في الزراعة والصناعة والتجارة، فهم شايفين لما يبقى عندهم قوة اقتصادية هيقدروا يتدخلوا ويأثروا في السياسات العالمية. يبقى ايه اللي عملوه في الزراعة؟ الاحتكار. ايه الهدف من الاحتكار؟ هتختار جيم، بناء القوة الذاتية للدولة داخليا وخارجيا. 37 زادت صادرات مصر لأوروبا في بداية عصر البطالمة نتيجة لإيه؟ ما تيجي نعرف الأول يا مستر هم البطالمة عملوا إيه في الزراعة؟ إيه إصلاحات، أو بلاش كلمة إصلاحات، ليه يا مستر؟ ازدهار التجارة في مصر زمن البطالمة. ليه يا مستر التجارة ازدهرت عندنا في مصر زمن البطالمة؟ قال لك يا نجم، أولا بسبب
الموقع الجغرافي المتميز. الموقع الجغرافي ايه يا شباب؟ المتميز. الحاجة الثانية بسبب بسبب ازدهار الزراعة والصناعة. طول ما نجم الزراعة والصناعة مزدهرين كمان التجارة هتكون مزدهرة. ازدهار التجارة يا مستر بسبب الاهتمام بإنشاء المواني وخاصة ميناء الإسكندرية. طب ميناء الإسكندرية ده هينشط التجارة مع مين؟ مع أوروبا عشان هو في الشمال على البحر المتوسط. كمان التجارة ازدهرت زمن البطالمة بسبب يا مستر الاهتمام بإنشاء المنارات لإرشاد السفن وأشهرها منارة الإسكندرية. ليه عاملينها؟ قال لك المنارة دي عبارة عن مبنى كده مكون من 3 طوابق 3 أدوار، وفي برج عالي، في مصباح بالليل بينور عشان السفن القادمة في البحر المتوسط تعرف فين ميناء الإسكندرية. وبالمناسبة منارة الإسكندرية كانت من إحدى عجائب الدنيا السبع. كمان التجارة ازدهرت عندنا في مصر زمن البطالمة. ليه يا مستر؟ قال لك بسبب استخدام العملات. يبقى خد بالك قبل البطالمة زمن الفراعنة ما كانش عندنا عملات، وانت عارف الكلام ده، كنا بنتعامل بنظام اسمه نظام المقايضة. اما البطالمة استخدموا العملات وده ادى تسهيل حركة التجارة. يبقى التجارة ازدهرت عندنا في مصر زمن البطالمة اولا بسبب الموقع الجغرافي المتميز، ازدهار الزراعة والصناعة، إنشاء الموانئ وخاصة ميناء الإسكندرية، إنشاء المنارات وخاصة منارة الإسكندرية، وكمان استخدام الإيه يا جماعة؟ العملات. هو بيقول لك إيه بقى في السؤال؟ زادت صادرات مصر لأوروبا في بداية عصر البطالمة نتيجة لإيه؟ أوروبا يبقى تطوير الموانئ الشمالية يقصد بها نجم ميناء الإسكندرية. يقصد يا نجم ميناء الإيه؟ الاسكندريه. سؤال 38 بيقول لحضرتك ايه؟ يعد كل من اجاسوكليس وكليوباترا 7 وجهين لعمله واحده من حيث ايه؟ لازم الاول نعرف مين هو اجاسوكليس ومين كليوباترا السبعه يا مستر عشان يا نجم نعرف نجاوب. يا نجم مين اجاسوكليس؟ ده نجم اللي كان واصي على مين يا مستر؟ كان واصي على الملك بطليموس الخامس. القصه يا مستر بطليموس الرابع لما مات كان ابنه بطليموس الخامس المفروض يتولى الحكم من بعده، بس كان طفل صغير. وزمان في الدول الملكيه يا شباب لما يكون طفل صغير هيتولى الحكم ما بيمسكش الحكم بطريقه مباشره، لازم يتعين شخص واصي عليه. فساعتها اللي اتعين واصي على بطليموس الخامس الراجل اللي قدامنا ده اجاسوكليس، واللي بيتكرر اسمه كتير في الاسئله. قضى الدوله بالسياسه تخدم مصلحته هو، خرب الدنيا في الاقتصاد والسياسه وبوظ الدنيا خالص. نفس اللي عملته مين يا نجم؟ كليوباترا الايه؟ كليوباترا السبعه. كليوباترا السبعه دي عشان برضه طمعها وبحثها عن مصلحتها الشخصيه انهارت دوله البطالمه عندنا في مصر. قصه شهيره كده، كليوباترا الاول كانت بتحكم بجانب اخوها بطليموس ال 13 مات معركه بحريه في اسكندريه. حكمت بعد كده بجانب اخيها بطليموس ال 14 قتلته عشان تخلي ابنها يمسك معاها الحكم. ابنها ده كان ابن مين؟ ابنها ده كانت مخلفاه من واحد اسمه يا نجم يوليوس قيصر. واحد اسمه يا نجم يوليوس قيصر. مين يا مستر يوليوس قيصر ده؟ ده كان امبراطور روما. يبقى اهدى واسمعني، كليوباترا في يوم من الايام كانت اتجوزت الامبراطور الروماني الكبير بقى بتاع روما يوليوس قيصر. وبعد فتره من الزمن مات يوليوس قيصر. وهناك في روما يا نجم كان دايما في صراع على الحكم بين اتنين في روما. هناك مالناش احنا دعوه في مصر. واحد اسمه انطونيوس وواحد اسمه اكتافيوس. يبقى مفيش لخبطه. تاني كليوباترا شغاله ايه؟ ملكه على دوله عندنا في مصر اسمها دوله البطالمه. وهناك في روما في الدنيا شغاله وحرب شغاله بين اتنين وصراع على الحكم بين انطونيوس واكتافيوس. تعمل ايه كليوباترا الطماعه؟ عايزه تسيطر على حكم روما زي مسيطره على حكم مصر. فراحت دخلت نفسها في الصراع. عملت ايه مستر كليوباترا؟ قال لك كليوباترا اتحالفت مع انطونيوس
ضد اكتافيوس، ومعروفه 2-1 مش رجوله يا مستر. ودخلوا مع بعض كلهم في معركه اسمها معركه اكتيوم البحريه 31 قبل الميلاد. معركه اكتيوم البحريه بين مين ومين؟ انطونيوس وكليوباترا في جهه واكتافيوس في جهه ثانيه. مين اللي انتصر في المعركه دي يا مستر؟ اللي انتصر في المعركه دي اكتافيوس، واتهزم انطونيوس وكليوباترا، وبعديها انتحر انطونيوس وكليوباترا، وكانت النتيجه دخول اكتافيوس مصر. واحتل اكتافيوس الامبراطور الروماني الجديد مصر سنه 30 قبل الميلاد. يبقى في حاجه متشابهه بين اجاسوكليس ده وكليوباترا، الاثنين بتوع مصلحتهم زي ناس صحابك كده، مش عايزين نوقع بين الناس. يبقى يعد كل من اجاسوكليس وكليوباترا السبعه وجهين لعمله واحده شبه بعض في يا مستر الاتجاه تكوين امبراطوريه واسعه، ولا التنسيق السياسي مع روما، ولا السعي لتحقيق طموحات شخصيه، ولا العمل على اقامه نهضه اقتصاديه. الصح زي ما قلت لك الاثنين بتوع مصلحتهم التحقيق طموحات شخصيه. 39 بيقول لك يا نجم، يرجع السبب الرئيسي وراء انتصارات الاسكندر الاكبر المتليه على الفرس. الاسكندر قلت لك كتير النهارده طحن الفرس في اسيا الصغرى وسوريا ومصر والعراق وايران. ده بيدل على ايه؟ او يرجع السبب الى ايه؟ طبعا دي انتصارات تبقى المهاره العسكريه لمين يا معلم؟ للاسكندر الاكبر. سؤال 40 بيقول لك ايه؟ يرجع السبب وراء قيام البطالمه باستصلاح مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه لايه؟ هم البطالمه ليه استصلاحوا مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه؟ هل لمنحها كرواتب للقاده العسكريين؟ ولا اعتبار الزراعه عماد القوى الاقتصاديه؟ ولا تراجع اهميه الصناعه والتجاره عند البطالمه؟ ولا سد حاجه المقدونين من الحبوب الغذائيه؟ الصح عشان الزراعه هي اساس الاقتصاد. الزراعه هي اساس الاقتصاد، وعشان كده البطالمه اكتر حاجه في مصر يهتموا بيها الزراعه. خد بالك لسه قايل لك هم طبقوا الاحتكار سواء في الزراعه والصناعه والتجاره، وعملوا على فكره بالمناسبه اصلاحات كتير عملوها البطالمه في الزراعه. قول لي كده يا مستر اهم اصلاحات البطالمه في الزراعه عندنا في مصر عملوا ايه؟ تعال احكي لحضرتك. قال لك زي ما انت شفت كده، اول حاجه الاهتمام بمشروعات الري، وكمان استصلاح اراضي زراعيه جديده. ده كمان يا نجم ادخلوا بعض الالات اللي ما كانتش موجوده عندنا في مصر في الزراعه، زي يا مستر زي الساقيه والطنبور. زي الساقيه والايه يا شباب؟ والطنبور. ده حاجات عملوها في الزراعه. تعالى بعد كده نتكلم في السؤال 41. بيكلمك عن الحروب البنيه ومعركه اكتيوم البحريه، الرابط المشترك ما بينهم. انا لسه مخلصين معركه اكتيوم البحريه. ايه اللي اترتب على المعركه دي؟ ان اكتافيوس الامبراطور الروماني احتل مصر. طب الحروب البنيه ايه قصتها دي يا مستر؟ تعال احكي لك يا نجم، مش حاجه مش هحكيها لك، انا مش هخبي عنك اي حاجه عشان انت حبيبي. اول حاجه الحروب البنيه. ايه يا مستر دي؟ دي يا نجم كانت ما بين روما ومدينه تانيه قدامها كده في البحر المتوسط اسمها مدينه قرطاجه. حروب يا نجم استمرت لمده 100 عام، طاحنين بعض روما وقرطاجه. ايه النتيجه يا مستر؟ ان روما هزمت قرطاجه وسيطرت روما على السواحل الغربيه للبحر ايه يا شباب؟ المتوسط. يعني ايه يا مستر؟ حضرتك لا مش عايزين مصر، نرسم الاول خريطه كده ايه افريقيا تساعدنا اكتر في السؤال ده. عندنا يا نجم روما دي، هو بيكلمك على فكره خد في السؤال عن معركتين، اكتيوم البحريه والبنيه. معركه اكتيوم البحريه نتيجتها ان الرومان جه احتلوا مصر. طب الحروب البنيه الرومان استولوا على قرطاجه اللي هي تونس حاليا. يبقى المعركتين خلوا الرومان يستولوا على حاجات من شمال افريقيا. معركه اكتيوم
البحرية خلتهم يستولوا على مصر. الحروب البنية خلت روما تسيطر على قرطاج، ودي برضه في شمال أفريقيا. يبقى أرجع لسؤالك، الحروب البنية وأكتيوم البحرية إيه المشترك ما بينهم؟ هنختار يا نجم، تعالى كده، عايز إيه؟ رايح فين السؤال؟ هنختار ألف، خضوع الشمال الإفريقي للإمبراطورية الرومانية. تعالى نجم سؤال 42. يلا يا شاب هانك كده، مش عايزك تتعب كده، خليك جامد. بيقول لك ايه؟ يتضح من تحليل معطيات الخريطه المقابله ان جميع سواحل البحر المتوسط اصبحت تحت السيطره الرومانيه خلال العصر ايه؟ خلال العصر الجمهوري. معظم توسعات روما حصلت خلال العصر الجمهوري. سيطروا على ايه؟ سيطروا على اليونان، وسيطروا كمان على سوريا، ومن بعد سوريا سيطروا على مصر، ومن قبلهم كمان قرطاجة. كل التوسعات الرومانية دي حصلت في العصر الايه؟ الجمهوري. يقول لك حتى اصبح البحر المتوسط بحيرة رومانية. 43 بيقول لك ايه؟ نتج عن تحول روما من النظام الملكي الى النظام الجمهوري زيادة سلطة ايه؟ مجلس الشيوخ. تعالى يا نجم كده افكرك بنظامين من الانظمه الحاكمه في روما. بص يا نجم، روما مر الحكم عندها بثلاث انظمه سياسيه. كان الاول عندهم النظام الملكي، اتغير بعد كده الى النظام الجمهوري، واتغير بعد كده الى النظام الامبراطوري. ده كده ثلاث انظمه فين؟ في روما. تعالوا مع بعض كده نعرف كل نظام اتكون من ايه. النظام الملكي في روما اول حاجه عندهم الملك، اول حاجه عندهم يا معلم الملك، واللي كان بيجمع في ايده كل السلطات. بيجمع في ايده يا شباب كل السلطات، تشريعيه، تنفيذيه، قضائيه، دينيه، كل حاجه في ايد الملك. وبعد كده في النظام الملكي فيها مستر، في مجلس الشيوخ. ومجلس الشيوخ في النظام الملكي يا مستر كان بيتكون من ايه؟ قال لك يا نجم كان بيتكون من 300 عضو، كلهم من الطبقة الأرستقراطية يعني الأغنياء. وكمان في النظام الملكي في روما عندنا جمعية اسمها جمعية الأحياء. روما الأول كان فيها 30 حي ثم اندمجوا في 3 أحياء. ده نظام الحكم فين يا شباب؟ نظام الحكم الملكي في روما. يبقى عندهم ملك في ايده كل السلطات، مجلس شيوخ من 300 عضو كلهم من الطبقة الأرستقراطية، وجمعيه الاحياء. سواء مجلس الشيوخ وجمعيه الاحياء ليهم سلطه استشاريه ما لهمش اي لازمه، لان متفقين كل السلطه في ايد الملك. لحد ما في يوم من الايام حصلت ثوره في روما ضد النظام الملكي، ضد ملك اسمه الملك تاركينيوس. ما تنسيش الاسم ده. الملك تاركينيوس ده يا شباب قال لك ما عندوش احساس بمعاناه الشعب الروماني، فشعب روما عمل ضده ثوره، اتحولت بعدها روما الى النظام الجمهوري. الى النظام الجمهوري. كان بيتكون يا مستر النظام الجمهوري في روما. اول حاجه يا نجم بيتكون من حاجه اسمها القنصلان. اللي عندهم بيحكم في روما اسمه قنصل، وهم عندهم 2 بيحكموا في نفس الوقت، وبيتم تغييرهم كل عام كل سنه على السخان. بعد كده في مين تاني يا مستر؟ في مجلس الشيوخ، وبرضه نفس التكوين. مجلس الشيوخ في روما في النظام الجمهوري برضه بيتكون من 300 عضو كلهم من الطبقه برضه الارستقراطيه عن الاغنياء. بس هنا بقى مجلس الشيوخ في النظام الجمهوري في ايده كل السلطات. في ايده يا شباب كل السلطات. ابرز حاجه ممكن تيجي لك في الامتحان في الجزئيه دي، اسمع مني يا نجم، ان في النظام الملكي كل السلطه في ايد الملك، اما في النظام الجمهوري كل السلطه في ايد مين؟ مجلس الشيوخ. وكمان حاجه في النظام الجمهوري كان عندهم كده حاجه اسمها نقباء العامه. يقول لك عنهم جمله كده عايزك تفتكرها، هم همزه الوصل بين الحاكم والشعب. هم اللي بينقلوا اوامر الحاكم اللي هو الملك للشعب، وبينقلوا مطالب الشعب للملك. فقال لك تشبيه،
هم همزة الوصل بين الشعب والحاكم، اسمهم نقباء العامة. وعندنا كمان في النظام الجمهوري في روما جمعية اسمها جمعية القبائل. لحد بعد كده روما اتحولت لنظام الامبراطوري على ايد الامبراطور مين؟ اكتافيوس اغسطس 30 قبل الميلاد بعد ما احتل مصر. اعلن قيام نظام جديد في روما هو النظام الامبراطوري. دول على السريع 3 انظمه بتوع حكم روما: ملكي، جمهوري، امبراطوري. تعالى يا نجم، هو بيقول لك بقى نتج عن تحول روما من النظام الملكي الى النظام الجمهوري زياده سلطه مين؟ من سلطته زادت مجلس الشيوخ. كان في النظام الملكي ملوش اي سلطه، اما في النظام الجمهوري اصبح في ايده كل السلطه. 44 بيقول لك ايه؟ تعد اكثر الطبقات تضررا من السياسه الخارجيه لروما خلال العصر الجمهوري. لازم نجم نراجع الاول على طبقات الحكم فين؟ في روما. يلا يا مستر، يلا يا ابطال. مين هم يا مستر طبقات؟ مش طبقات الحكم، طبقات المجتمع. طبقات المجتمع في روما. المجتمع في روما يا شباب اتكون من 4 طبقات. اول طبقه عندنا في روما هي طبقه الاشراف. مين يا مستر الاشراف؟ قال لك الاشراف الاثرياء، الاغنياء، والفرسان، زي حالاتي كده. مين انا؟ الفارس ياسر السلامه. يبقى وانا عايش في روما زمان هعيش فين يا نجم؟ هعيش في طبقه الاشراف. بحب اتكلم عن نفسي حبايب قلبي. يبقى الاشراف، الاغنياء، ومين يا جماعه؟ والفرسان. الطبقه الثانيه في روما بتتكون من مين؟ قال لك التجار والحرفيون. دول قال لك اصلا التجار دول كانوا بيعانوا كثيرا بسبب كثره الحروب الرومانيه. بص يا نجم، التاجر دايما بيدور على الامن والامان والاستقرار. طول ما في حروب التجاره بتعطل. فمستر فانهي نظام في ال3 اللي قدامك الحروب كانت كتير في روما؟ في النظام الجمهوري كان في حروب كتير. اما النظام الامبراطوري اكتافيوس ده حقق حاجه اسمها الامن القومي لروما. يبقى اكتر عصر كان فيه حروب النظام الجمهوري، اكتر عصر فيه امن وامان واستقرار النظام الامبراطوري. يبقى لو سالتك كده وصحصح معايا، التجار عاشوا افضل حياتهم فين؟ في النظام الامبراطوري، في امن وامان. اسوأ حالاتهم في النظام الجمهوري عشان في حروب وتوسعات. الطبقه الثالثه في روما يبقى اول طبقه الاشراف، الطبقه الثانيه التجار والحرفيين، الطبقه الثالثه المزارعون والعامه. ودول يا نجم كانوا دايما في صراع مع طبقه الاشراف عشان ياخدوا الحقوق بتاعتهم. واخر حاجه عندنا في روما طبقه العبيد. يبقى يا نجم المجتمع الروماني اتكون من 4 طبقات. الطبقه الاولى الاشراف، التجار والحرفيين، المزارعون والعامه، اخر حاجه العبيد. هو بقى في السؤال كان بيقول لك ايه؟ تعد اكثر الطبقات تضررا من السياسه الخارجيه. كلمه سياسه خارجيه يا جماعه اللي هي الحروب. مين يا مستر اكتر ناس تضرروا من الحروب؟ التجار. حالهم او التجاره بتقف وتعطل اثناء وجود الحروب اللي هي السياسه الخارجيه. 45 بيقول لك ايه؟ تولى حكم بلاد اليونان بعد سيطره روما عليها احد ايه؟ بص يا نجم، عايز كده ايه افهمك الحته دي. اساتذه، لما اكتافيوس ده الامبراطور الروماني اللي احتل مصر عندنا، قال لك اتعامل مع مصر معامله مختلفه عن باقي الولايات. اكتافيوس كان بيحكم ايه؟ ايطاليا، اليونان، قرطاجه، سوريا، مصر. مصر الوحيده اللي كان لازم اكتافيوس يعين عليها حد من القاده العسكريين المواليين له، بيبعت لها واحد مخصوص من رجالته اللي بيثق فيهم وفي مهارتهم. اما باقي الولايات بقى سواء كانت اليونان او سوريا او قرطاجه ما بتفرقش معاه، كان بيعين عليها
قنصل سابق. طب ليه يا مستر بيعامل مصر معاملة مختلفة؟ عشان عندك معلومة لازم تكون عارفها، إن مصر كانت أهم الولايات الرومانية. طب واحد يسألك في الامتحان بكرة، ليه يا مستر مصر كانت أهم ولاية رومانية؟ أولاً عشان الموقع الجغرافي المتميز. الحاجة التانية إمداد روما بالقمح. أكتر حاجة الرومان بياخدوها من مصر موضوع القمح، بيعتبرونه مزرعة القمح، يزرع هنا القمح وياخدوه يبعتوه روما، بيسموه عندهم الشحنة السعيدة، بيستنوها يا نجم كل سنة. فالتعامل مع مصر كان معاملة مختلفة عشان هي أهم الولايات الرومانية. وبالمناسبة يجي يسألك هنا، هي كده مصر أهم ولاية رومانية عشان موقعها متميز، اسمها أهمية استراتيجية. وكمان عشان بياخدوا هنا القمح، دي بالنسبة لهم أهمية اقتصادية. يبقى مصر كانت أهم ولاية رومانية لأسباب استراتيجية واقتصادية. نرجع تاني يا نجم لسؤالنا. يبقى أي حاجة تانية غير مصر زي اليونان، أو كمان ممكن تنفع سوريا أو قرطاجة، كان بيتعين عليها قنصل سابق. القنصل هو كان في النظام الجمهوري، قنصل يعني حاكم سابق. 46 بيقول لك ايه؟ تمكن الرومان من السيطرة الكاملة على سواحل البحر المتوسط بعد سقوط ايه؟ تعالى احكي لك كده يا سنة هم الرومان ازاي سيطروا على البحر المتوسط. حضرتك القصة بدأت ازاي؟ ركز بس كده معايا على السبورة. الرومان أول حاجة عملوها سيطروا على إيطاليا، الدولة اللي هم عايشين فيها. بعد كده سيطروا على قرطاجة، بعد كده اليونان، بعد كده سوريا. آخر حاجة في البحر المتوسط سيطر عليها الرومان كانت مصر. دخلوها سنة 30 قبل الميلاد، وقلت لك النهارده اللي احتل مصر أكتافيوس. طب قبل ما أكتافيوس يحتل مصر، مصر كانت تابعة للبطالمة، وكان آخر ملكتهم كليوباترا اللي مين هزمها؟ أكتافيوس في معركة أكتوم البحرية، وبعدها احتل مصر. فآخر حاجة مصر اللي بالنسبة للبحر المتوسط في أنهي جهة؟ في الجهة الجنوبية. يبقى كده بيقول لك تمكن الرومان من السيطرة الكاملة على سواحل البحر المتوسط بعد سقوط دولة البطالمة اللي هي كانت بتحكم مين؟ كانت بتحكم مصر. 47 بيقول لك ايه؟ الفترة التي اتصفت بها روما بما يعبر عنه مضمون النص المقابل. بيقول لك ايه؟ أعلن موسوليني الحاكم الإيطالي في النصف الأول من القرن العشرين أنه يسعى لإحياء أمجاد الدولة الرومانية، والتي كانت تتميز بأن البحر الأبيض المتوسط ما هو إلا بحيرة رومانية. موسوليني ده كان قائد إيطالي بعد الحرب العالمية الأولى. قال إيه؟ قال أنا هرجع تاني أمجاد الإمبراطورية الرومانية، وإن البحر المتوسط ده كله بحيرة رومانية. الرومان حققوا المبدأ ده إمتى؟ في النظام الجمهوري. كنت لسه قايلها فوق كده شوية، قلت لك في النظام الجمهوري ده الرومان سيطروا على اليونان وسوريا ومصر وقرطاجة، وسيطروا على كل البحر المتوسط. ده كان امتى؟ في النظام الجمهوري. سؤال 48 بيقول لك ايه؟ استمرت حروب روما مع مدينة قرطاجة حوالي 100 عام، فيما عرفت بالحروب البنية. في ضوء العبارة السابقة، أي مما يلي يخرج عن كونه أحد النتائج اللي ترتبط على الحروب البنية؟ يخرج عنها يعني اللي ملهوش علاقة بالحروب البنية. لو سمحت لما يجي لك الكلمة دي ركز جدا وانت بتحل، عشان حتى الناس الشاطرة ما تاخدش بالها. فشاب الناس تاخد بالها من كلمة يخرج عنه دي، بتعكس الايه؟ النتيجة. بيقول لك ايه من دول ملهوش علاقة بالحروب البنية؟ ارتفاع شأن مدينة روما ليه علاقة، ليه علاقة بالحروب البنية. امتداد النفوذ الروماني في افريقيا ليه علاقة بالحروب البنية. هزيمة اهم المدن الفينيقية الغربية قرطاجة كانت من اهم المدن الفينيقية، دي ليه علاقة. اللي ملوش علاقة تغيير نظام الحكم في روما، هو عايز دي بقى اللي ملوش علاقة بالحروب البنية. افهم معنى السؤال. 49 بيقول لك ايه؟ تعبر الصورة التي امامك عن تأثر العمارة الرومانية بالعمارة اليونانية والايه؟ والفرعونية. بص يعني اليونان او الاول كده كل حاجة كانت في مصر. جم اليونان نقلوا الفن المصري، والرومان نقلوا الفن اليوناني. طب ده ظهر في ايه في اليونان؟
عندك في اليونان مثلا ظهر عندهم الكلام ده في معبد اسمه معبد البارسنون. قال لك مقلدين المعابد الفرعونيه بالظبط في حاجه اسمها الاعمده الدوريه زي دي كده. وظهر في روما في معبد اسمه معبد البانسيون. يبقى كده سواء اليونان او الرومان اتاثروا بالفن المصري في ايه؟ في حاجه اسمها الاعمده الدوريه. ايه الاعمده الدوريه دي؟ حاجه كانت زي كده اهي مرصوصه جنب بعض، دي اساسا فكره مصريه. اليونانيين اتاثروا بيها، وبعد كده جت روما اتاثرت بالايه يا جماعه؟ باليونان. تعالى بعد كده نجم سؤال رقم 50. هات خلاص يا شباب، ابطال جامدين. يتضح من تحليل الشكل المقابل انه يحتوي على 3 تقويمات، منها التقويم القبطي الذي ارتبط بدايته بايه؟ حضرتك كده عندنا في النتيجه ده الشهور الميلاديه، التاريخ الميلادي، وده مستر التاريخ فين ده اهو؟ الهجري. ايه ده يا مستر؟ ده اسمه التاريخ القبطي. ده ليه علاقه بايه؟ تعالى افكرك كده بحاجه مهمه جدا. اساتذه، اثناء الاحتلال الروماني لمصر المصريين بدأوا يعتنقوا الديانة المسيحية. الرومان ما سكتوش وبدأوا يضطهدوا المسيحيين. تعال أفكرك كده بأشهر أو بموقف الأباطرة الرومان من المسيحيين. لازم نراجع الحتة المهمة دي. أول إمبراطور روماني عذب المسيحيين اسمه الإمبراطور نيرون. اسمه الإمبراطور نيرون. أشد من عذب المسيحيين اسمه الإمبراطور ديقليديانوس. سنة 284 ميلاديا. قال لك المسيحيين بيقولوا على عصر الراجل ده عصر الشهداء. ليه يا مستر؟ عمل ايه مع المسيحيين ديقليديانوس؟ امر نجم ب3 حاجات مع المسيحيين. امر باعدام المسيحيين، وامر بهدم الكنائس، وامر كمان بحرق الكتب المقدسة. مين اللي أمر بكل الكلام ده؟ ديقليديانوس. أمر بإعدام المسيحيين وهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة. الحدث ده أو السنة دي تاريخية بالنسبة للمسيحيين. اتخذوها بداية للتقويم القبطي. كانت سنة كام؟ 284 ميلاديا. ده بالنسبة للمسيحيين بداية حاجة اسمها التقويم القبطي. قلت لك كده تلاقي في النتيجة شهور عربية، يعني الشهور اللي هو التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، وفي معظم النتائج كده في النص في شهور غريبة الناس ما تعرفهاش اسمها الشهور القبطية. تلاقي الناس بتوع زمان عارفينها كده. لما الجو يبقى ساقع جدا ستك وجدك يقول لك اصل احنا في شهر طوبة. لما الجو يكون فيه عفرة كبيرة ستك وجدك بتوع زمان يقول لك ده ايه؟ زعبيب امشير. امشير ده شهر من الشهور القبطية، وطوبة ده شهر من الشهور الايه؟ القبطية. جه بعد كده بالمناسبة امبراطور جديد اسمه الامبراطور قسطنطين. عمل ايه يا مستر؟ تعالى احكي لك يا نجم، قلت لك مش هخبي عليك اي حاجه. قسطنطين اصدر مرسوم اسمه مرسوم ميلان سنه 313 ميلاديه. مرسوم يعني امر من الامبراطور. ميلان اسم مدينه ايطاليه عارفينها يا مستر، بتاعت الميلان. بس كان زمان بقى ايه؟ الفرق دي كانت تقيله. الفرق الايطاليه نجم مش عارف ايه اللي حصل لها. الناس دلوقتي كلها مركزه مع الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. ايطاليا دي كان فيها زمان ايه؟ نجوم جامده جدا. يلا يا مستر ارجع لدرسك تاني، مش وقت اللي انت بتحكي فيه ده. مرسوم ميلان سنه 313. قال يا مستر قسطنطين فيه؟ قال يا نجم كده اعلن التسامح مع المسيحيين، وقف تعذيب المسيحيين. يعني مين اول امبراطور تسامح مع المسيحيين؟ اسمه الامبراطور قسطنطين. يبقى اول ما نعذبهم نيرون، اشد ما نعذبهم ديقليديانوس، جه بعد كده قسطنطين تسامح مع المسيحيين. لحد ما بعد كده جه الامبراطور سيوداسيوس. عمل ايه يا مستر؟ اعلن المسيحيه دينا رسميا للامبراطوريه الرومانيه. خلى المسيحيه هي الدين الرسمي للامبراطوريه الرومانيه. وده قصه الاباطره الرومان وموقفهم من الديانه المسيحيه. فهنا بقى التقويم القبطي ده اللي عندنا في ايه في السؤال ليه علاقه بايه؟ اضطهاد الامبراطور نيرون للمسيحيين، ولا رفض المصريين لسياسه دقلديانوس، ولا ترحيب المصريين بمرسوم قسطنطين،
ولا سياسة سيوديسيوس الأول اتجاه المسيحيين؟ طبعا الصح يا نجم هنختار ب رفض المصريين لسياسة دقلديانوس. 51 يظهر وجه التناقض بين سياسة الإمبراطور الروماني أغسطس وسياسة الإسكندر الأكبر في مصر من خلال إيه؟ محاولة الاستفادة من موارد مصر، إعادة بناء النظام الإداري والمالي، تمييز طبقة الإغريق في المجتمع، اعتبار مصر مركزا للحكم. الفرق بينهم هما الاثنين. مين أغسطس ده يا مستر؟ اللي هو مين يا معلم؟ أكتافيوس. ايه الحاجة المختلفة بين أكتافيوس والإسكندر عندنا في مصر؟ إعادة بناء النظم الإدارية والمالية. يبقى المختلف يا جماعة بين سياسة الإمبراطور الروماني أغسطس والإسكندر إعادة بناء النظم الإدارية والمالية، لأن أنت عارف أكتافيوس قسم مصر إداريا 3 أجزاء، مصر من تحت كده العليا الوسطى السفلى، كمان موضوع الضرايب ده موضوع محدش عمله عندنا في مصر قبل مين يا شباب؟ قبل الرومان. بقى نجم كمان يقول لك إيه؟ عدم السماح بترقية أحد من فئة سكانية إلى الفئة الأعلى منها إلا بقانون يصدر من الإمبراطور الروماني نفسه. يطلع من تحليل مضمون العبارة أن هذا الوضع يترتب عليه إيه؟ غضب اليهود والإغريق، ولا استبداد الحكام الرومان، ولا قرار المفروض دي فرار المصريين عن هروبهم إلى الصحراء، ولا استمرار تدني أوضاع المصريين؟ ده اللي حصل. ليه يا مستر؟ لأنك لازم تكون عارف المصريين قلنا النهارده زمن البطالمة كانوا الطبقة الأخيرة، ونفس الكلام يا شباب زمن إيه يا جماعة؟ الرومان. إيه اللي حصل يا مستر؟ تعال أفكرك كده بطبقات المجتمع المصري زمن الاحتلال الروماني. المجتمع المصري زمن الروماني انقسم يا جماعة ل5 طبقات. أول طبقة هي طبقة الرومان نفسهم. أي شخص روماني عندنا في الفترة دي هو من أصحاب الطبقة العليا، سواء كان الوالي الروماني نفسه اللي بيحكم مصر، أو الجنود الرومان اللي عندنا في مصر، أو المواطنين الرومان. لأن يا شباب الرومان لما احتلوا مصر سمحوا بهجرة أعداد كبيرة جدا من الرومان من روما إلى مصر جايين لاستثمار أموالهم. فمن الآخر أي شخص عندنا في مصر جنسيته روماني فده من أصحاب الطبقة الأولى. مين يا مستر الطبقة الثانية عندنا في مصر زمن الرومان؟ إغريق المدن الأربعة. الإغريق اللي هم اليونانيين اللي كانوا موجودين عندنا في مصر منذ عصر البطالمة لسه موجودين عندنا في مصر زمن الرومان وعايشين يا نجم في 4 مدن. تعالى أفكرك بيهم. مين يا مستر؟ الإسكندرية، مقراطيس، بطلميس، وكمان أنطونيو بوليس. دول كلهم مدن كان عايش فيهم الإغريق. وقال لك الإغريق اتعاملوا معاملة حلوة زمن الرومان. إزاي يا مستر؟ قال لك كان بيتم إعفائهم من الضرائب، يعني من الآخر اللي أصله إغريقي حصل على امتياز اقتصادي. يعني يا مستر الكلام ده المصري يدفع ضريبة، الإغريقي ما يدفعش ضريبة. يبقى أول طبقة عندنا طبقة الرومان، الطبقة الثانية إغريق المدن الأربعة. مين الطبقة الثالثة في المجتمع؟ إغريق الريف المصري. هما برضو إغريق زي دول بس أقل شوية من إغريق المدن الأربعة عشان عايشين خارج المدن دي أو على أطرافها. الطبقة الرابعة عندنا في مصر زمن الرومان هي يهود الاسكندريه. قال لك عنهم كانوا عايشين في الحي الرابع في الاسكندريه، وزي ما قلنا عنهم زمن البطالمه كانوا شغالين برضه في الاعمال المصرفيه، معاهم فلوس وبيدوا الناس قروض بالايه يا جماعه؟ بالربا. يبقى اليهود زمن البطالمه كانوا في الطبقه الثانيه، زمن الرومان في الطبقه الرابعه، بس في المرتين بيمارسوا الاعمال الماليه. مين اخر طبقه في المجتمع يا مستر؟ هي طبقه المصريين. دايما المصريين هتلاقيهم اخر الطبقات طول ما احنا محتلين، سواء زمن البطالمه كنا احنا اخر الطبقات او زمن الرومان كنا احنا برضه يا شباب اخر الايه؟ اخر الطبقات. قال لك بقى معلومه، ما ينفعش حد يترقى من طبقه للتانيه الا بامر من الامبراطور الروماني نفسه. ده ادى لايه؟ صعوبه حياه المصريين في الفتره دي. وبرضه بالمناسبه
الرومان اتعاملوا مع المصريين زي ما البطالمه اتعاملوا معاهم، شايفينهم اقل منهم، بيتعالوا على مين يا شباب؟ بيتعالوا على المصريين. يبقى كده ده سؤال 52. سؤال 53 بيقول لك ايه؟ يعبر محتوى الصورة التي أمامك عن أحد مظاهر الحضارة الرومانية ولا يدل على تعصر الرومان بالحضارتين إيه؟ قلت لك المعبد بتاع البانسيون ده بيدل على التواصل بين الحضارة الرومانية والحضارة المصرية والإغريقية. مصر علمت الإغريق والإغريق علموا مين يا جماعة؟ علموا الرومان. سؤال 54 بيقول لك إيه؟ حاول الرومان النهوض بمرافق مصر اقتصاديا في كافة المجالات من خلال إيه؟ استثمار موارد وخبرات المصريين، ولا نقل خبرات الرومان والفرس الاقتصادية، ولا تشجيع هجرة الرومان للاختلاط بالمصريين، ولا تطبيق نظام الاحتكار؟ هي الصح استثمار موارد وخبرات المصريين، لأن مفيش حاجة لها علاقة بيها بالفرس خالص، ولا هم طبقوا نظام الاحتكار خالص. هي الصح ألف يا شباب. 55 بيقول لك إيه؟ مثلت أهم المراكز الاقتصادية لمصر خلال حكم الرومان مدينة الإسكندرية، سواء زمن البطالمة أو زمن الرومان كان عاصمة مصر الإسكندرية، وكان ليها دور اقتصادي مهم جدا في العصرية. 56 بيقول لك إيه؟ أي من الصناعات التالية اقتصر وجودها في مصر على مر العصور ومن العصر الروماني؟ الأواني الفخارية، ورق البردي، المنسوجات الكتانية، العقاقير الطبية. الصناعة اللي مصر متميزة بيها وكان بتنفرد بيها عن باقي حضارات العالم القديم هي حضرتك صناعة ورق الايه؟ ورق البردي. عندك يا نجم بعد كده آخر أسئلتنا وهو السؤال كام؟ 57. يلا 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 57. تعالى كده يا نجم عشان نشوف مع بعضينا. بيقول لك ايه في سؤال 57؟ اختلف ترتيب اليهود في الهرم الاجتماعي المصري خلال عصري البطالمه والرومان، قلنا الكلام ده، الا انها متفقه في ايه؟ سواء زمن البطالمه او زمن الرومان، ايه المتشابه بين اليهود؟ هل احتكار صناعه البردي؟ ولا ممارسه الاعمال الماليه؟ ولا الانفراد بالوظائف السياسيه؟ ولا الانفراد بالاعمال الفنيه؟ لا طبعا نختار ب الاعمال الماليه اللي هي الاعمال المصرفيه، قلت لك عاملين زي البنوك وبيدوا الناس قروض بالربا. اساتذه احنا ما حلناش 57 سؤال بس، احنا قلنا افكار كتير جدا من منهجك. انت كده تعال لك كده على السريع اهم اجزاء منهج الترم الثاني. اتمنى التوفيق للناس. فمثل الاسئله المقاليه محلوله يا نجم وهتنزل لك في الPDF كده وجاهزه على مذاكره حضرتك على طول. اتمنى يا جماعه التوفيق لكل الناس. هسيب لك ارقام التواصل بتاعتي انا شخصيا، ما عنديش هقول لك حاجه اسمها الدعم الفني، انا اللي هرد على الناس على طول عشان ده مفيش هزار فيه، ده امتحان اخر السنه. سواء هنبعت لك هتبعت على الواتساب او هتتصل، بس الافضل طبعا الواتساب عشان اعرف ارد على الناس كلها، لان يبقى في مجموعه كبيره جدا من الاسئله. هفتح لكم برده جروب الواتساب بتاعنا، اللي عنده سؤال يبعته. ان شاء الله منتظر الناس كلها. السنه الجايه في نظام البكالوريا هيبقى عندنا شغل تاني وسيستم تاني ونظام تاني، وربنا يوفقكم ابطال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.